تعرضت أريتريا للغزو الإيطالي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث حكمها الفاشست الإيطاليون قرابة 60 عاما. وبهزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية فرض الاستعماريون البريطانيون سيطرتهم على البلاد، حيث نشطت الحركة الوطنية الاستقلالية ونظمت مظاهرات وإضرابات مطالبة بالحرية والاستقلال. الثورة الإريترية في بدايتها كان بدأت في الريف الإريتري بقيادة المناضل حامد إدريس عواتي، رجل من الريف معروف بالشجاعة وكراهيته للاستعمار منذ عهد الإنجليز. بدأت الثورة 61. حامد عواتي كان اعتماده الكلي كان على الجماهير في الريف. وجد شوية أسلحة من الخارج، ارسلوا له 7 بنادق و1000 طلقة. حسنا أنه أمام الجيش الإثيوبي والعدو هذه ما بتفي، لكن كان هو معتمد على مراكز العدو ب7 البنادق ديل وبأبو خمسات القديمة. كان بيعمل احتلالات على المركز، إغارات ليلية، وبياخد من مراكز العدو أسلحة وذخيرة. في أشديرة تقع محطة للقطار الذي يربط بين مدينتي كوم وأجردات غرب أريتريا. استولى الثوار على المحطة وأمنوا سلامة الركاب، ومن ثم حولوا خطوط القطار حيث دفعوا به نحو الهاوية. تمت الدعوة لعقد أول مؤتمر وطني لجبهة التحرير الأريترية في الريف الأريتري في الفترة من 14 من تشرين الأول أكتوبر إلى 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971، حيث حضره مندوبون منتخبون من مختلف قواعد وأجهزة الجبهة، وكما شاركت فيه وفود مراقبة من الدول الصديقة من بينها سوريا وفلسطين والصومال. وقد عالج المؤتمر أهم القضايا التي كانت تتحكم بالساحة الأريترية في ذلك الوقت، وهي الوحدة الوطنية، والتي أكد المؤتمر على ضرورة الإسراع بإنجازها باعتبار أن الوحدة الوطنية هدف للثورة الأريترية في هذه المرحلة. وبنجاح المؤتمر دخلت الثورة الأريترية مرحلة جديدة تميزت بتصاعد قوى الثورة والتفاف الشعب حولها، وظهر صوت الثورة الأريترية. هنا صوت إريتريا، صوت الثورة الإريترية. يا جماهير شعبنا المناضل وأصدقاء الثورة في كل مكان، استمعوا إلى الخبر الصحيح والكلمة الصادقة من صوت إريتريا من الأراضي المحررة من 7 حتى 8 مساء كل يوم بتوقيت إريتريا. هنا صوت إريتريا. الثورة الأريترية بدأت ببنادق إيطالية من مخلفات الحرب وببنادق إنجليزية قديمة، وبعزيمة الثوار وتضحيات الشعب حصلت الثورة على أسلحة حديثة ومتطورة. وسوريا الثورة قدمت أول بندقية كلاشينكوف للثوار، ثم تصاعد الدعم العربي للثورة. المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. أحييكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. موضوعنا اليوم سيكون حول لقاءات مع قيادات من التنظيم الموحد في أوروبا بعنوان تاريخ الرعيل الأول الثورة الإريترية لا يمحى ولا ينسى. في البدء أولا أود أن أتقدم بالشكر لعدد من المتابعين لقناة القرن الأفريقي اتصلوا بنا على الخاص
وأيضا كما أشكر هؤلاء الذين تابعوا اللقاء الذي أجراه معي الزميل كرار هيابو في قناة قلد، وقبلها أيضا في قناة إرسات. أنا شاكر لهم على الإدلاء بآرائهم، خاصة في الحلقة الأخيرة في قناة قلد. وأتفهم أيضا تحفزات البعض وعدم يعني صيغتهم على ما نقول. كل ذلك وارد، لأن طبعا هذا ليس حديث. الساحة الإريترية كانت دوما ساحة صراع واختلاف إريتري دائم نتيجة للتناقضات والخلافات السياسية بين الفصائل الإريترية الكثيرة التي كانت كثيرة طبعا في مرحلة النضال، كثيرة العدد. أنا لا أعاتب هؤلاء الذين يعني يتشككون فيما نقدم وفيما نقول. بعضهم أيضا منسب نفسه أنه يريد يقول هذا يعني يشخصن القضية بصفة عامة، وأيضا منهم من يتوهم بأن هذا الرجل يريد أن يخدعنا، وكان يعني بوق من أبواق الجبهة الشعبية وما إلى ذلك. كل هذه الكلمات طبعا الواحد يتابعها، ولكن لا أريد أن أنزل إلى هذا المستوى الآن لأرد بالمثل. إنما طبعا أنا أتفهم لعدم قراءة الكثيرين من الإريتريين لتاريخ الثورة الإريترية، وكما أعرف أيضا بأن هذا التاريخ تم تشويهه في هذا المجال. طبعا أنا لا ألوم الآخرين، أبدأ بنفسي طبعا، لأن نحن قصرنا في الكتابة والحديث حول هذا التاريخ، بل بالغنا، كنا مثاليين أيضا في الثورية. وفي الواحد يخشى أن يتحدث عن قائد الفلاني حتى أو الآخر حتى لا يتهم بأنه رجل إقليمي أو يعني يتحدث بعاطفة. لذلك طبعا اليوم اختياري لهذا البرنامج كان طبعا بأن هنالك تعتيم متعمد على تاريخ الرعيل الأول. عندما أقول الرعيل الأول ليس الرعيل الأول بالإجمال، إنما طبعا هناك من أسسوا الثورة الإريترية في عام 1960 كانوا مشاركين أيضا في التأسيس مع الشهيد إدريس محمد آدم وأدم ملكين، وأنا أقرأ أدبيات هؤلاء طبعا إلى يومنا هذا. وإنما طبعا الإجحاف الذي حصل هؤلاء لم يذكروا الآن، وإذا ذكرت أحدهم أو تحدثت عن قائد معين هناك طبعا هنالك أنا أسميهم من يترصدون، يعني لأنه لا زالوا يعيشون آلام الماضي، ويقول هذا يريد أن يكسب عاطف أو تعاطف القبيلة الفلانية والأقليم الفلان. كل هذا طبعا يعني جعلنا نتحسس من بعدنا البعد. وأنا في إحدى ما قدمت يعني الأسبوع الماضي من المقالات بأنه وصفت الوضع بأن هنالك خواسم مشتركة بين جيل جبهة التحرير الإريترية أو بدءا من مؤتمر أدوبحة، جيل القيادة العامة أنا أسميهم وأنا كنت عضو في هذه القيادة، وأيضا ما تأسس بعدها من قوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية للديمقراطية. أنا وصفتهم طبعا هؤلاء وجهان لعملة واحدة. لماذا أقول ذلك؟ أنه طبعا هؤلاء إذا لم يجدوا عدو فهم يعادون بعضهم البعض، يعني يعادون بعضهم البعض. الآن أنت بدل ما يعني نهتم بالتاريخ وإيصال المعلومات المغيبة للجيل الجديد، كيف يعرف؟ طبعا أنا سأتحدث اليوم عن أسماء ربما الكثيرين يستغربوا من أين جاء بهذه الأسماء، وهذه الأسماء التي سأتطرق إليها اليوم هي طبعا كانت يعني منذ تأسيس يعني الثورة من الذين حملوا يعني الأعباء الكبيرة جدا في مجالات مختلفة جدا، مجالات سياسية، مجالات عسكرية. فهؤلاء طبعا أنا اليوم سأتحدث يعني حول حادثة محددة جدا حتى لا أطيل على المشاهد.
وأنا أشكر كثيرين من الذين اتصلوا بي تقريبا شخصيا وأدلوا بملاحظاتهم، وهي مفيدة جدا. علينا أن لا نتأثر من الملاحظات أو النقد الذي يقدمه المتابع، لأنه هو طبعا يسري الحوار ويجعلنا نتعظ أيضا حتى لا نكرر الأخطاء بصفة مستمرة. طبعا هذا المتابع وجهات نظر مختلفة، وهذا أيضا مرحب بها، وأنا طبعا لست غاضبا على أحد ولا أريد أن أرد بالمثل، لكن مع ملاحظة لابد من يعني من ذكر هذه الملاحظة. هناك من يكتب بأسماء مستعارة، أنا لا أريد أن أتجنى على أحد الآن، إنما هؤلاء الذين يكتبون بأسماء يعني مستعارة لا أريد أن أسميها هذه الأسماء، لأن هي تكاد تكون معروفة بكثرة طبعا مداخلاتهم وبكثرة حضورهم في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الناس، أنا عندما أفكر إذا ترد على أنت وكأنك تتخاطب مع أشباح، ولذلك لا يعني يكونوا مدسوسين، وهذا طبعا من جزء من المعاناة. يعني الشعب الإريتري يعاني من تلك الفئة، وأنا أطلقت عليهم طبعا ميليشيات إعلامية. هؤلاء لا تعرف أسمائهم ولا تعرف أين يقيمون، يكتب يعني يعلق ويتهجم ويتناول قضايا أكبر من حجمه تقريبا يعني. فأنا لا أريد أن يعني أن أتجاوز حدودي، لأن كثيرين طبعا يعني مراقبين ويقتنسون كل كلمة تقولها. يعني بعضهم يقول لا أفهم ما يقول هذا الرجل، وبعضهم يقول بأنه خلاص أصيب بترد في يعني عدم التركيز في حديثه. أنا طبعا لا يجبرنا أحد أن نقدم برامج. من المفترض من هو في سن طبعا بعد ما يعني السبعينات القرن يعني وصل أكثر من 70 سنة في عمره، المفروض يجلس في بيته ويتفرج. ولكن نحن طبعا طالما نحن على قيد الحياة نتحمل مسؤولية كبرى جدا في إبراز أو في ذكر هذه الحقائق التي يعني تآمر عليها بعض الإقصائيين في سبيل أن لا تظهر هذه الأسماء إلى يومنا هذا. وللأسف الشديد عندما نقول معظم هؤلاء الذين سنتحدث عنهم بعضهم طبعا مات يعني في السجون، وبعضهم دفن في المهجر. هؤلاء قامات كبيرة جدا. اليوم سأتحدث عن زيارة وفد التنظيم الموحد برئاسة الشهيد رئيس التنظيم عمر محمد البرج. وطبعا يعني لا أعتقد بأن هنالك من لا يعرف الشهيد عمر البرج، وعطائه أيضا هو من كان يعني يحرص دائما بالشباب وبالجيل الجديد، وكان يحث الإريتريين أيضا لتلقي التعليم، ووفر أيضا أكثر من 3000 منحة في ليبيا أيضا عندما كان هو مدير المكتب الجبهة وبعدها قوات التحرير الشعبية أيضا. فلم يفرق هذا الرجل، طبعا مشهود له، كل الناس تشهد بأنه هو لم يتعامل مع الإريتريين بعقلية عنصرية أو مثلا إقليمية أو دينية أبدا. يعني هو كان يدعو كل الإريتريين أن يحظوا هذه يعني المنح. وفعلا خريجي ليبيا الآن عددهم كبير جدا، ومعظمهم طبعا التحقوا أيضا بالميدان وقوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية، وأيضا منهم من كان طبعا قادة في جبهة التحرير الإريترية، هم كلهم يعني تلقوا هذا التعليم. وأيضا كانت هناك جمهورية مصر العربية تمنح منح دراسية، وليبيا ليبيا وسوريا والعراق أيضا تخرجوا عدد كبير جدا. وفي المملكة العربية السعودية أيضا في قطر عندنا عدد كبير يعني من الخريجين. الآن نعود إلى لماذا اخترت هذا الموضوع اليوم. في المدخل طبعا شاهدت يعني بعض الناس يشككون في وجود شيء اسمه جبهة التحرير الإريتري. أنا طبعا الآن لم أتحيز ولا أذكر هذه يعني التاريخ لأنني أعادي الآخر، إنما طبعا كل هذه التنظيمات بصرف النظر عن الخلافات اللي حصلت والحرب الأهلية بين الثوار يعني كلهم ساهموا. وهي طبعا الآن هي النضال، أو يعني النضال بدأ في عام 1960، تأسست الجبهة في القاهرة في عام 1960،
ثم بعدها الشهيد حامد إدريس عواتي حمل السلاح وانطلقت، يعني هو الشرارة الأولى أطلقها الشهيد حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر 1961 من جبل أدال. أطلق الرصاصات الأولى هو ورفاقه طبعا السبعة الذين شاركوا معه. إذن الآن عندما نتابع كل الأخبار، وأنا يعني هناك عدد كبير من البرامج قدمناها في قناة القرن الأفريقي، وأيضا تحدثت الكثير أيضا في الفترة الأخيرة مع الزميل كرار ديابو في قناة إرسات وفي قلد، وقبلها أيضا من المقابلات التي كنت أجريها في التلفزيونات العربية. كنا نتحدث عن هذه عن أسباب يعني تعتيم الإعلام الإريتري الرسمي الآن بعد الاستقلال على هذا التاريخ. كل ما نشاهده طبعا هم مناذرين، لكن لماذا الانتقائية في تقديم تاريخ فلان وعلان؟ لا أذكر، لا أريد أن أتسبب في حساسية أكثر مما ينبغي الآن. اليوم طبعا يعني ألقوا يعني يقولوا هذه الثورة تأسست عام 1970. هذا طبعا هذا التيار الذي يروج لهذه الفكرة لا يوجد في إريتريا، إنما طبعا هؤلاء الذين يعني هاجروا إلى أمريكا وأوروبا يعني بمنح دراسية أيضا في عهد النظام هيلي سلاسي، وتلقوا غسل من التعليم، وأسسوا طبعا تنظيمات كثيرة جدا يعني منها إريتريين للتحرير. أنا أذكر كل هذه القضايا لتنبيه الجيل الجديد على أساس من أين أتت هذه المشاكل ومن الذي يروج لهذه الفكرة. أنا طبعا إلى يومنا هذا بعد الاستقلال وليس بعيدا في شهر أغسطس من عام 2024 يعني مهرجان إريتريا هذه السنة، طبعا مهرجان يعني كان يعني ذكرى لمهرجانات اللي كانت تدار في أوروبا اللي هي في عام 1974 بدأت في بولونيا. هذه الذكرى طبعا أحيوها الآن على هامش مهرجانات مهرجان الكبير، مهرجان أسمرة في إكسبو. كنت أستمع إلى مقطع من المقابلات أيضا في الإذاعة الإريترية الوحيدة الموجودة دمس حفاش بيسموه صوت الشعب، صوت الشعب. طبعا أحدهم من المؤسسين أو من أعضاء إريتريين للتحرير اللي كان هو طبعا حياته كلها قضاها في أوروبا، ومن المؤسسين أيضا لمهرجان بولونيا في 74، والتحق يعني بالثورة عبر يعني بوابة قوات التحرير الشعبية يعني بعد انقسام اللي حصل طبعا مجموعة عالة ومجموعة سدوع حلوان. يعني هو من المناصرين لمجموعة عالة بقيادة المناضل السياسي أفورقي. هذا الرجل يقول بالحرف الواحد: نحن بدأنا النضال في ستينيات القرن الماضي، وسمى بعد المدن يقول في ألمانيا مدينة ميونخ وأيضا في نورنبيرغ، وبعدها يقول انتقلنا إلى بولونيا. كل هذا طبعا إذن هو يقول النضال بدأ من هذه المرحلة ولم يكن أي نشاط يذكر. يعني هذا طبعا يعني هو الآن يعتمد على نشاط الطلبة والمهرجانات اللي كانت تقام في أوروبا. هي طبعا محدودة لكن بولغ فيها، لأنه كل سنة يلتقوا أو في السنة 4-5 مرات في المناسبات يعني، ويعني كلها حاصل تحصيل لا تجد فيها السياسة، إنما طبعا يعني يقول هم لابد التعريف بالثقافة وبالوحدة الوطنية عبر الرقص وعبر المهرجانات اللي تتم. هذا ليس موضوعنا اليوم. الإشكالية الكبرى قال أنه لا يوجد غير هذا، يعني غير نحن بدأ النضال من أيام تأسيس قوات التحرير الشعبية سنة 1970 في سدوح عيلة، وبعدها طبعا يعني هو يقول حديث كثير لي. أنا الآن لا أريد أن أرد، إنما أريد أن أوضح. البرنامج اليوم سأتحدث عن غادة كبار جدا من المؤسسين لجبهة التحرير إريتريا، من الذين طبعا يعني حملوا أعباء هذا النضال: الشهيد عمر محمد البرج، الشهيد صالح إياي، الشهيد طه محمد نور، كلهم يعني استشهدوا. نترحم عليهم وربنا يتقبلهم إن شاء الله. هؤلاء الناس طبعا قاموا بزيارة إلى ألمانيا في عام 1000 في الفترة ما بين
15 إلى 20 من شهر مايو 1987. إذن قبل التحرير ب4 سنوات هنالك. هذا طبعا التنظيم الموحد لجبهة التحرير الإريترية بهذه الصفة يعني أتوا إلى هنا. هل كانت يعني الزيارة يعني صدفة أم كانت مرتبة؟ ماذا حدث؟ طبعا يعني في عام 1987 قبلها طبعا في الشهر الثالث أو يعني في مارس أنا رافقت وفد ألماني إلى الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إلى دبي. طبعا طلب مني، أنا رافقت هذا الوفد وكان يرأسه معتمد مدينة هانوفر عفوا براونشفايغ الدكتور جونتا بيبر. فعبر يعني الآخرين تعرفت على هذا الرجل وطلبوا منا على أساس أرافق هذا الوفد. وفد يتكون من كبار المسؤولين في الولاية، ولاية السكسونيا السفلى، لزيارة أبو ظبي. ولهم طبعا هنالك يعني معارف يعرفوا يعني كثيرين. همهم كان تسويق الزوارق اللي تصنع هنا في ألمانيا في مدينة هامبورغ والترويج لها. وهناك بالمقابل أيضا بلدية أبو ظبي أجرت الاستعداد لاستقبال هذا الوفد، استضافونا طبعا. وأنا يعني رافقت هذه المجموعة كمترجم، لأنه طبعا يحتاج إلى من يترجم من الألمانية إلى اللغة العربية، فأنا درست الترجمة أيضا فكنت رافقت هذا الوفد. في تلك الفترة صادف وجود الشهيد عثمان صالح سبي في أبو ظبي. كان في انتظار طبعا. أنا طبعا عندما علمت أن وجود عثمان سبي اتصلت طبعا ووصلت إليه وعرفت الفندق الذي يسكن فيه، فزرته هناك. وكان في حالة يعني طبعا هو كان مصاب بالسكري وطبعا هموم كبيرة جدا. فرحب بمجيئي وسألني ماذا الذي أتى بي إلى الأمارات وماذا أفعل. فقلت له رافقت الوفد الألماني. ولا أهمية قلت له هذا الوفد طبعا هو يعني ينتمي لحزب المسيح الديمقراطي، وناس لهم باع طويل جدا وعلاقات واسعة جدا، فلذلك ننتهز هذه الفرصة. قلت له في أثناء مقابلتنا أأتي بهؤلاء الناس، لأننا طبعا مكانة سبي أكبر من هؤلاء كثير. سأرى يعني مدير يعني رئيس الوفد اللي هو كان معتمد مدينة براونشفايغ هنا في ألمانيا في سكسونيا السفلى. فطلبت منه أن نزور رجل يعني سياسي كبير، زعيم الثورة الإريترية. فرافقني طبعا، أخذنا سيارة وذهبنا إلى الفندق الذي كان يسكن فيه الشهيد عثمان سبي. فهو قال الشهيد قال من المفروض أنا أتي إليهم. الرجل طبعا متواضع. فقلت له أولا يعني هذا لي زيارة خاصة، أنا طلبت من هذا الرجل بحيث أنه طبعا إذا في إمكانية أنه أنت تزور ألمانيا وتقابل المسؤولين الكبار، طبعا مستشار ألمانيا وأيضا كثيرين في الولايات برلمانيين أيضا هناك، في فرص هذا الرجل ممكن يوصلنا يعني يحقق لنا هذه الأمنية. فمباشرة بدون نقاش قال أنا يعني أقبل هذه الزيارة، فرتب أنت الأمر والسآتي. ومعتمد مدينة براونشفايغ وعد بأنه يقدم الدعوة كتابة ويتصل بالجهات المعنية بالمسؤولين أيضا، لأنه هو عضو بارز أيضا في الحزب الديمقراطي المسيحي. فاتفقنا على أساس تتم الزيارة في الشهر الخامس اللي هو شهر مايو، في الفترة ما بين 14 إلى 19 من شهر مايو. لكن الأجر لا يمهل. كان يعني عثمان اتجه بعدها سافر إلى القاهرة وأجريت له عملية جيوب الأنفية واستشهد هناك في القاهرة. فأنا طبعا يعني هذا الخبر بالنسبة لي كان صادم جدا. فسافرت إلى الخرطوم المشاركة طبعا في الحدث اللي حصل. يعني لم يسعفنا الوقت يعني في
لم التحق عندما دفن في الخرطوم، انما طبعا في منزل اخي الشهيد محمود سبة ايضا اقام له طبعا ل3 ايام. كانت الوفود كلها تاتي لتترحم على الشهيد سبة، فانا شاركت هنا. فبعدها طبعا التقيت في نفس المناسبة بشهيد عمر البرج، كل القادة الذين سالح إياي، كل هؤلاء الذين رفاق الشهيد عثمان سبة التقينا هناك في المأتم. وتحدثت أيضا مع الشهيد عمر البرج، قلت الدعوة قائمة، والرجل طبعا انتقل إلى رحمة الله، استشهد. هذا لا يعني بأن القضية ستتوقف، ونحن طبعا نتحدث عن 1978. وهذا طبعا الآن كثيرين من الناس يتأذوا. الجبهة الشعبية وتنظيماتها وكل المهرجانات هذا لم يكونوا في الصورة في العمل الدبلوماسي أو السياسي. فنحن طبعا الناس كثيرين الآن يقولوا هذا الرجل كان دبلوماسي وكان مساعد، أساسا ما كانت في الصورة. أنا عشت في ألمانيا أكثر من 30 عاما، وكإعلامي كنت طبعا أقابل كل المسؤولين، يعني بدءا من هيلموت شميت إلى جيرهارد شرودا، كل هؤلاء الذين كانوا جنشر، كل هؤلاء طبعا أنا كصحفي أشارك في المؤتمرات الصحفية، وأقابل كغيري من الآخرين، وإذا عند أي سؤال أقدم أي سؤال أيضا في هذه المؤتمرات. أنا لم أشاهد أن هنالك كان نشاط سياسي أو دبلوماسي، أو يعني رأيت إريتري ينتمي لهذا التنظيم أو ذاك، يعني في تلك الفترة. إذن اتفقنا. الشهيد عمر البرج قال لابد أنه نحن يعني طالما الدعوة قائمة فأحول الدعوة باسمي، لأن أنا طبعا أنوب الآن تم انتخابي كرئيس للتنظيم الموحد بعد استشهاد عثمان سبة، ومعي يعني تدمج أيضا اسمين. أعطاني الاسم، هو اختار صالح محمد إياي رحمة الله عليه، وطه محمد نور هو أحد المؤسسين لجبهة التحرير الإريتري عندما كان طالب في القاهرة، ورجل له باع طويل جدا في المجلس الأعلى وكان في البعثة الخارجية، وأخيرا طبعا هو استشهد في السجن، لأنه وكان أحد الذين شاركوا في إعداد الدستور من لجنة الدستور مع دكتور بركت. هو من الناس النشيطين في صياغة الدستور، وأكثر من 3 أشهر كان يعمل. إذن هذه الأسماء أخذتها إلى دكتور فيبر صاحب الدعوة، ولم يقصر، أرسل طبعا خطاب للسفارة الألمانية، كانوا يجتمعوا في روما، فأرسلت التأشيرة إلى السفارة الألمانية في روما، وأعطيت لهم طبعا يعني تأشيرة لزيارة ألمانيا. وأتينا طبعا في هذه المناسبة، هو الحدث اللي كان موجود. الهدف من هذه الزيارة أتوا طبعا بمذكرة، يعني مساقة بطريقة قانونية طبعا باللغة الإنجليزية. فنحن انتهزنا هذه الفرصة. فالدكتور يعني معتمد مدينة براونشفايغ رتب الأمور مع حاكم، يعني حاكم ولاية ساكسونيا، فقال عنده ضيوف يأتون طبعا دبلوماسيين، طبعا لأنه عندما نقول دبلوماسيين ال3 كانوا يحملون جوازات دبلوماسية صومالية. فقال لنا ضيوف من أفريقيا، ونريد طبعا يعني إشراكهم في تلك الفترة تزامن مع عقد مؤتمر السنوي لحزب المسيح الديمقراطي الذي كان يرأسه هيلموت كول، توفى قبل 10 أعوام. فطلب منه إشراك هذا الوفد في المؤتمر. وده طبعا صدفة لا تعود، يعني حزبين، حزب البافاري اللي كان يرأسه شتراوس، وحزب المسيح الديمقراطي طبعا هو حزب عريق أيضا كان يرأسه هيلموت كول، وقبله يعني أدنهاور، كثير يعني من القادة الألمان. فرتبوا لنا من حيث لا ندري. عندما وصل الوفد يعني كان عنده قائمة وضعها الدكتور فيبر،
من الذي سنخاطبهم ومع من سنلتقي. أول لقاء كان مع حاكم ولاية السكسونية، فأيضا تحدثوا مع الحاكم وأنا كنت بينهم طبعا بعدها، يعني باللغة الإنجليزية كانوا يتحدثون، وبعدهم طبعا يعني لابد أن تترجم من لا يجيد اللغة الإنجليزية كثيرا، والألمان طبعا يعني يستحسنوا مخاطبتهم بلغتهم يعني. فالمعتمد يعني عندما قابلنا المعتمد هو قال أن احنا طبعا يعني قدم الدعوة للوفد، وسألني كم العدد وقلت له نحن 4 3 وأنا مرافق. فشاركنا في مؤتمر هذا، كل هذا الحدث أثناء زيارته طبعا في الفترة ما بين 15 إلى 20 من شهر مايو 1987. شاركنا في مؤتمر الحزب في مدينة غوسلا، هي أيضا كل هذا الأحداث تحصل الآن في ولاية ساكسونيا السفلى. من هنا طبعا الصدفة عشان ضيوف يعني اعتبرونا كضيوف شرف، فجلسنا في الصورة الذي منشورة في أول اللقاء في السقف الخلفي لمستشار هيلموت كول. وفدنا كان مرابط هناك، جلسنا يعني كدبلوماسيين بالنسبة لهؤلاء الذين أتوا بجوازات سفر دبلوماسية. وطبعا يعني فقالوا هؤلاء الناس من الضيوف، يعني المؤتمر طبعا يدعى إليه ليس في الحوار بتاع المؤتمر إنما في الجلسة الافتتاحية. فجلسوا يعني في السقف يعني مباشرة بعد المستشار ودعوا وفد الإريتري. فانتهزنا الفرصة بعد يعني على هامش هذا اللقاء تقديم مذكرة لهيلموت كول، وأنا تحدثت معه طبعا هو يعني لا يستحسن الحديث باللغة الإنجليزية، فقلت له هذا وفد للتنظيم الموحد لجبهة التحرير الإريتري أتى إلى هنا لعرض قضية الشعب الإريتري والمظالم التي وقعت فيه ومصادرة حقوقنا في الحرية والاستقلال. فهو يعني تسلم هذه المذكرة وأعطاها لمساعده وقال ذكرني عندما نعود حتى يعني أطلع على ما تتضمنه هذه المذكرة. أيضا الصدفة في نفس المؤتمر وجدنا الدكتور أوتو هابسبورغ هذا من الأسرة العريقة ملوك النمسا وهنغاريا في قبل الحرب العالمية الثانية. طبعا هذا أوتو فون هابسبورغ هو عضو في البرلمان الأوروبي، يمثل الحزب البافاري في الاتحاد الأوروبي، ورجل كان له شهرة كبيرة جدا، وهو يعني يعتبر من السياسيين البارزين في أوروبا بحكم يعني تاريخ وأسرته. فأيضا وجدنا الفرصة لنتحدث نعرف هذا الوفد بأوتو فون هابسبورغ اللي هو طبعا الأسرة المالكة، أو هو حفيد ما توقع من كان على قيد الحياة، توفى أيضا قبل 10 سنوات لا أذكر متى. فطلبنا منه طبعا يعني دكتور بيبا قال هذا لو توفر للوفد الإريتري كبير، وهم طبعا يعني يمثلون المرحوم عثمان صالح سبي، ورجل أنا قابلته أيضا في أبو ظبي، دول عندهم فكر يعني وظلموا، لم يعني نهتم نحن بهذه القضية. هل هناك إمكانية ليأتوا إلى مقر الاتحاد الأوروبي الذي كان هو يعمل فيه لتقديم أيضا مذكرة ومقابلة المسؤولين؟ فقال سأبحث هذا الأمر. لم يعني يستمر في خلال 24 ساعة، يعني رتب يعني لقاء مع الأحزاب اللي هي طبعا المؤتلفة هناك، الحزب الليبرالي، حزب المسيح الديمقراطي هناك في داخل البرلمان الأوروبي، يعني معظمهم طبعا الأعداء من الألمان. ودعا أيضا رئيس البرلمان الأوروبي فقال سيأتي وفد لتسليمك فقط المذكرة. فعملوا طبعا ما يسمى بالريسبشن، استعدوا، دخلنا في مبنى البرلمان وحددوا لنا القاعة التي سنتواجد فيها، فدخلنا طبعا، والشهيد عمر البرج قدم المذكرة وشرحوا له طبعا يعني. بعدين دعينا إلى
جلسة حوار حتى يعني نشرح القضية الإريترية وكل ما واكب يعني من مظالم ومصادرة حقوق الإريتريين، وبدءا من مرحلة تقرير المسير وكيف إثيوبيا تلاعبت على الفيدرالية العشر السنوات التي كان من المفترض بعدها الشعب الإريتري كما الآخرين لمن كان في تحت الاستعمار الإيطالي وقتها يعني تقرر على أساس يعني يتحرروا، تكون دول قائمة بذاتها، ولكن طبعا تلاعبت الإدارة البريطانية بعد العشر سنوات وحولوا هذا الاتحاد الفيدرالي إلى استعمار يعني. فكل هذا طبعا المعلومات كانت مغيبة جدا. فالأسئلة اللي كانت يعني، وهذا طبعا أنا بدأت اليوم عندما أقول الساحة الإريترية كانت دوما ساحة صراع، فهم طبعا في هذه الفترة جمعوا معلومات ولهم معلومات أيضا عما يدور من قتال منذ 1961. يعني هذا لا يفوتهم، إنما لا يتدخلون ولا يريدون أن يغضبوا إثيوبيا. طبعا الغرب هذا كله علاقاته تعود إلى 100 سنة مع الإثيوبيين، وعندهم يعني مصالح اقتصادية جدا. فلا تتوقع من بلد يعني كألمانيا في قلب يعني أوروبا الغربية وباقتصادها القوي أن تستعدي مثلا إثيوبيا وأصدقائها، والأفارقة كلهم طبعا كانوا مجمعين ضد القضية الإريترية. وهنا الأسئلة اللي وجهت لرئيس الوفد، وأنا كنت مترجم طبعا، قال طبعا نحن الآن موقفنا، قدمت هذه المذكرة وأنتم كتنظيم موحد لجبهة التحرير الإريتري، هناك أيضا تنظيمات أخرى، وهذا طبعا يعني لا يستطيع أحد أن يخفيه. فقالوا طبعا هل فكرت في حل أولا في توحيد يعني الرؤى؟ هناك مجموعة يسارية، مجموعة طبعا يعني تطالب بعروبة إريتريا. هذا طبعا الأسئلة اللي كانت توجه، أنا قاعد أترجم فقط. فقال يعني، فكان رد الشهيد عمر البرج، أنا قال لم أتي هنا لأناقش في البرلمان الأوروبي المشاكل والخلافات الإريترية. هذا شأن يخصنا نحن كإريتريين. أنا الآن أمثل وجهات النظر مهما اختلفنا مع أخواننا، لكن أنا الآن كممثل أطرح القضية. أنا لا أطرح قضية تنظيم واحد، إنما أطرح القضية الإريترية والمظالم والحقوق اللي تم مصادرتها طبعا بمؤامرات يعني دول غربية وأمريكا. فقال أعفونا أنا من الرد على هذا، طبعا هذا شأننا نحن وكيف نحله هذا يرجع لنا نحن. أنا الآن أتيت هنا كممثل للهم الإريتري الجمعي. هذا طبعا يعني قامات كثير جدا. عقب في ذلك الشهيد صالح ياي أيضا باللغة الإنجليزية، وأيضا والدكتور طه محمد نور أبدعوا يعني في طرحهم وفي يعني والمحاولات اللي كانت وقتها تجري، وشرحوا بأن وطمنوا الناس، قالوا هذا طبعا أصبح من الماضي الآن، نحن الآن يعني أتينا هنا لنستعرض هذه القضايا. الجولة طبعا الجالية العربية اللي كانت موجودة يعني في مدينة هانوفر، البرلمانيين أيضا انتقلنا بعدها إلى مدينة بون، كانت العاصمة وقتها العاصمة الألمانية كانت في مدينة بون، هي في ولاية الفيستفاليا، شمال الفيستفاليا هنا الذي أقيم فيها شخصيا. قابلنا برضو برلمانيين، قدمنا أيضا عبر الدكتور فيبا وعبر الأصدقاء اللي استعرفنا بهم بعد زياراتنا هذه إلى وزير الخارجية الألماني جنشر، كان وقتها طبعا يعني من المعروفين من الحزب الليبرالي. فهذه الرسائل أيضا كتبنا أيضا لرئيس ولاية بافاريا اللي هو شتراوس. أتت الردود كلها طبعا عندما تخاطب، يعني نحن خاطبنا هؤلاء الآن. كانت الفكرة بتاع الشهيد عمر البرج تأسيس مؤسسة يعني سياسية أو مركز دراسات باسم الشهيد عثمان صالح سبي. فنحن طبعا أخذنا هذا الاسم وكنا نخاطبهم باسم
فاونديشن بتاع الشهيد عثمان سبي، ميرتور عثمان صالح سبي. فتأتي الردود. فأنا طبعا الآن أحتفظ بهذا الملف، أحتفظ أيضا بما صدر. هذا كانت هناك ريفيستا اسمها باللغة الإيطالية، حاولت الآن في مقال أن نترجم ما جاء في، يعني هم غطوا هذه الزيارة يعني وكل ما المقابلات اللي عملوها في عام 1987. إذن هؤلاء الذين يتحدثون طبعا لم يكن أي تنظيم موجود. أنا لم يعني هذا قبل 4 سنوات، يعني 91 شهر 5 بعدها تحررت إريتريا، وقبل 4 سنوات الوفد الإريتري الدبلوماسي قبلها أيضا وجهت دعوة للشهيد صالح إياي ومعه مرافقه، يعني في بجوازه الدبلوماسي أتى وجهته دعوة أيضا ليأتي إلى النمسا. أنا وقتها يعني وكالة أنباء القرن الأفريقي لم تكن موجودة، إنما طبعا يعني حاولت من خلال علاقاتي ببعض الأصدقاء أن ندعو هؤلاء القادة. جابر سعد كان معه، ودخلنا مبنى الأمم المتحدة لأنهم يحملوا جوازات صومالية. فلذلك بعد ما دخلنا طبعا في المؤتمر الصحفي، اتحاد صحفي الأمم المتحدة، أنا كنت طبعا أحد يعني أسجل فيه العضوية، فطرحنا القضية الإريترية. طبعا الرئيس وقتها كان يرأس اتحاد صحفي الأمم المتحدة صحفي من تركيا، فانزعج، قال طبعا نحن هنا في داخل مبنى الأمم المتحدة لا ممكن يعني لا نستطيع أن نناقش قضايا حركات التحرير، لأن هذا طبعا من الممنوعات. الأمم المتحدة تعتبر نفسها محايدة ولا تسمح. أيضا كانوا قبلنا أيضا الأكراد حاولوا من تركيا، عفوا هناك المعارضين من تركيا، أيضا من إيران، من دول الاتحاد يعني أمريكا اللاتينية، الأفارقة أيضا بكل، حتى الإثيوبيين المعارضين كان لكن الدخول في الأمم المتحدة كان من الصعب جدا. لكن حاولنا نحن واخترقنا هذا شو اسمه، فدخلنا إلى مبنى الأمم المتحدة وعقدنا مؤتمر صحفي. إذن هؤلاء الناس يعني الذين يتحدثون، يعني كل من شارك أو كل من عاد إلى وطنه لأسباب مختلفة جدا، أنه هو عميل للجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية أنا أكرر دائما لم تكن في الصورة، لا في العمل الإعلامي لا في العمل الدبلوماسي. هذول الناس كان عندهم برنامجهم الخاص. وأنا أقول نحن يعني عندما نتحدث عن الجبهة الشعبية نحن لا انطلقنا من العداء للجبهة الشعبية، إنما قاعد أوضح حقائق على الأرض. الآن طبعا بعد عام 1981 لا أريد أن أكرر طبعا الأحداث المؤلمة، يعني لأسباب، يعني كانت الحرب الأهلية بدأت من 72. كررنا هذا الكلام أكثر من مرة بحيث أصبح ممل للمستمعين. من 1972 لحد 1974 كانت حرب أهلية بسبب الخلاف اللي حصل. طبعا يعني كثيرين من الناس الآن يحاولون أن يفسروا حسب هواهم، يعني ويتحدثون عن مؤتمر عواتي والجبهة أصدرت بيان لتصفية قوات التحرير والقوات التحرير الشعبية عملت كذا. كل هذا طبعا لأنه يعني كتابات إنشائية. أنا اليوم قاعد أتحدث، كل ما أقدم برنامج لابد أن أعود إلى وثائق. عندي مكتبة يعني جمعتها، كنت أسافر إلى بيروت وأسافر يعني كثير الدول العربية وأجمع كل الأدبيات. وأيضا كنت يعني أسافر إلى إيطاليا للقاء بالشهيد عمر البرج، وكان له مكتبة عامرة جدا. كانت تربطنا أيضا علاقات عندما سافرت إلى أبو ظبي، الشهيد محمد عثمان أبو بكر طبعا هو كان ممثل التنظيم الموحد وممثل الجبهة قبلها أيضا في الإمارات. مكتبة عامرة جدا. في جدة الشهيد عثمان دندن أيضا
كتابات كل ما كان يكتبه من وثائق الدكتور، مؤلفات الشهيد عمان سبي كانت موجودة في المكتبة. وكنت أحاول على أساس أن أحصل يعني بعد الكتب، وجمعتها عندي مكتبة طبعا الآن عامرة فيما يتعلق بموضوع الحرب في عام 1900، يعني قبلها من 80 إلى 81. بعدها طبعا الجبهة بكامل عتادها وجنودها دخلت السودان. أنا أنصح الأخوة الآن الذين يحاولون أن يتحدثوا، كل واحد من وجهة نظر، من حق كل إنسان يعني، لكن نحاول أن نتجنب الوقوع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه طبعا الجبهة الشعبية والأحزاب السرية الموجودة، حزب الشعب وما إلى ذلك، أو حزب العمل في الجبهة. هذول ناس كتبوا يعني كتاباتهم إنشائية. أنا الآن عندما أتحدث عن تأسيس الجبهة، لابد أولا أن لم أشارك في التأسيس، كنت وقتها طالب في المدرسة الإيطالية، لكن لابد أن أقرأ ما كتبه الشهيد محمد سعيد ناود، ما كتبه الشهيد عثمان صالح سبي، ما كتبه كثيرين. الآن الكتب موجودة. آخر الكتب اللي اطلعت عليها بعنوان التحدي للشهيد آدم ملكين، هو كان من المؤسسين أيضا لجبهة التحرير الإريتري. إذن عندما تقرأ الآن، أنا عندما أقول ما حدث، عندما أتحدث عن حزب العمل وكيف أتى، يسلسل الشهيد آدم ملكين لأنه هو كان حاضر، اشترك في كل المؤتمرات، اشترك في مؤتمر عواته، اشترك في تأسيس مع الشهيد عثمان إدريس محمد آدم في تأسيس الجبهة. إذن لنتجنب عملية الاجتهادات، أنا عندما أتحدث وأقول أنه عن الجبهة التحرير، هنا لابد أن أعود إلى وثائق. طبعا يعني هنا مجلة الثورة، هذا العدد صادر في عام 1974. إذن المعلومات، محاولات حول الوحدة، الخلافات اللي كانت موجودة كلها في شكل مقالات، كانت طبعا يعني المسؤولين عن الثورة كانوا يكتبون. أنا لابد حتى لا أخطئ في التواريخ في الأحداث اللي حصلت، لأنه كنت طبعا في الساحة، لكنني لا أعرف ماذا كان يكتب خارج الساحة الإريترية. لذلك لابد من العودة يعني إلى هذه الوثائق. هنا طبعا عندي أعداد كثيرة جدا، أنا قاعد كنماذج الآن. الثورة في عام 1982، هذا طبعا بعد دخول الجبهة إلى السودان. هنا طبعا يسلسلوا ما حدث من خلاف بين قوات التحرير الشعبية وكيف دخلت جبهة التحرير. إذن الآن قبل أن أطول يعني هذه الحلقة، لأننا على موعد أيضا مع زميل كرار هيابو، وأنا طبعا يعني لا أعرف الزميل كرار هيابو شخصيا، إنما أتابع نشاط هذا الشاب. أيضا عندما كان في السودان كان مدرس، بعدها بعد ما هاجر إلى قطر كان يعني أنا أذكر أيضا كان يعني يكتب مقالات في صوت إريتريا، كان يبعث لنا طبعا من هناك. بعد ما هاجر إلى أمريكا أتابع أيضا نشاطه. ما لفت انتباهي يعني الزميل كرار هيابو يجمع بين السياسة والإعلام، لأنه عنده يعني خبرة في المجالين. هو طبعا سياسي من ناحية، يعني كبر في معمعة في خدم تنظيمات الإريترية، وأيضا مارس مهنة الإعلام. كان عنده موقع إلكتروني، وأنا شفت له لقاءات أيضا في قناة الحوار، وأيضا كثير يعني من، والآن مقدم برنامج في الرسات، وله موقع خاص اللي هو طبعا موقع قلد الإعلامي، قلد ميديا بيسميها. ما لفت انتباه هذا الشخص طبعا لا يتعامل بعقلية انتماء تنظيمي أو انتماء قبلي، إنما طبعا هو فاتح المجال لكل الإريتريين بمختلف، يعني الناس تتحسس عندما يروه مع برقية محمد ومع مجموعة أكل ينزعجوا. وأنا أقول نحن طبعا كنت أتحدث مع الزميل كرار، أقول هذه فرصة كبيرة جدا لأن
أولا يعني علينا لا ننزعج من التعدد، لأنه نحن أحيانا يكون كلامنا متناقض. من كان في جبهة التحرير الإريترية يريد نحن عليها نموت وعليها نحيا. من هو طبعا يعني دخل في تنظيم الجبهة الشعبية يقول الجبهة الشعبية اليوم وبكرة وغدا كل يعني. التنظيمات الأخرى أيضا لا يسمع صوتها لكن موجودة. إذن أنا يعني كنت أتحدث مع الزميل كرار أقول ما المانع أن يكون عندنا الآن في الفترة التي لا يعني لا توجد حكومة شرعية ولا يوجد فيها دستور، لا تستطيع أن تدعي أنت طبعا، لأنه أن تكون يعني حزب سياسي في هناك مراحل يعني لابد أن تمر بها. المرحلة الأولى يكون في قضاء حر، حكومة يعني مستقلة، حكومة طبعا يعني تكون تقبل بالتعددية، تكون مؤسسات دستورية. بعد ذلك يعني إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أو بعد التغيير المنشود تأتي طبعا تقدم برنامجك، كما هو الحال أيضا في الدول يعني ربما أحسن مننا، كانوا أيضا يعني خاضوا حروب يعني الحرب العالمية الأولى والثانية، لكن بدأوا طبعا بالأبجديات اللي هو طبعا كانت الحزب الاشتراكي الألماني يعني ويلي براند القادة الكبار وإيربت فينا، دول الناس هاجروا يعني أيضا لجوا نفس الحال، يعني لجوا إلى الدول الاسكندنافية وكانوا يمارسون نشاطهم ومعارضتهم من السويد من الدنمارك من كل هذا. يعني لما عادوا طبعا هنا أول حكومة بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، القضاء المستقل بعد الحكومة طبعا كلها يعني هم طبعا أطلق سراحهم يعني انقسمت ألمانيا إلى قسمين، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. في ظل هذه الظروف طبعا ألمانيا الشرقية يعني كانت تحت وصاية الاتحاد السوفيتي وقتها، وألمانيا الغربية المشرفين طبعا على كانوا الأمريكان، أمريكا كان. هنا طبعا سنوا قانون والآن يحتفل بالقانون الذي تم يعني كتابته وإعداده في قبل 74 سنة. ألمانيا قبل أسبوعين كانوا يحتفلوا بمرور 74 عاما على صدور الدستور والقوانين القوانين التشريعية في ألمانيا، احتفلوا بذلك. هنا أتوا القادة الذين كلهم يعني بعدهم طبعا هاجر إلى أمريكا إلى فرنسا إلى كثير إلى دول العالم، يعني الشعب الألماني والنمساوي الحرب العالمية الثانية تحديدا يعني تسببت إلى هجرة كثير من الألمان، يعني نسبة سكان ألمانيا هاجر هروبا طبعا من هذه الحرب. البداية طبعا وضعوا سن هذا القانون وإلى يومنا هذا صار المفروض إذا تريد أن تؤسس حزب سياسي لابد أن تجمع 2000 مناصر أو يعني توقيعات من الناس اللي يقبلوا الفكر اللي أنت طرحته بها. 2000 شخص هؤلاء يقدم إلى القضاء، تقدم دستورك وبرنامجك السياسي. إذا نظر القضاء بأن هذا طبعا يعني تتماشى مع الدستور الألماني وتتماشى أيضا مع المجتمع ولا تؤدي إلى الشتات أو يعني لا على تقسيم المجتمع الألماني، يوافق طبعا بالموافقة. الخطوة الأولى يعني الحزب طبعا كثير من الأحزاب الآن تم الموافقة عليها، لكن إذن المرحلة الثانية أن تشارك في الحكم، تشارك أيضا في الانتخابات. كثير من الأحزاب هنا طبعا نحن نرى الائتلاف الحاكم الآن حزب الليبرالي وحزب الخضر وحزب الاشتراكي يسموه طبعا الاس بي دي اللي هو الحزب الاشتراكي الألماني. هذا الائتلاف طبعا هنالك المعارض الآن حزب المسيحي الديمقراطي اللي هو طبعا معارض، والحزب البافاري أيضا مؤتلف مع الحزب المسيحي الديمقراطي. إذن هؤلاء الناس الآن كل سنة تشوف عدد الأحزاب اللي تشارك في الانتخابات قد تتجاوز 10 حزب. من حقهم أيضا طالما لأنه حصلوا على الموافقة، هذا حزب معتمد قانونيا وينشط أيضا
في كل له عضويته واجتماعاته السنوية، بما في ذلك الحزب الماركسي موجود إلى يومنا هذا لأنه مسجل، لا يستطيع أحد يعني إلغائه. إذا نحن يتأذى بعد الإريتريين كثير من الناس الآن يعتبروا أنهم عندهم حزب، وطبعا يكرروا الآن الخطأ ما تم ارتكابه من قبل يعني الجبهة الشعبية. تعتبر نفسها طبعا يعني حزب، يعني يدعو بأن الشعب الإريتري هو الذي اختار هذا الحزب. الشعب الإريتري لا علم له بما يعني هذا حزب. كانت الجبهة الشعبية يعني حركة مسلحة، يعني لم يكن هناك حزب، وإن كان هذا الحزب هو حزب سياسي سري، لكن في حركات التحرير كلها لا تدعي بأنها هي حزب. هي طبعا العمل التوجه اللي كان تحرير إريتريا بأي زمن، طبعا قالوا مرحلة الأحزاب والتفكير في كيف تحكم إريتريا يتم، يعني هم الحديث اللي كان يدور في الثورة وأنا كنت طبعا هناك، يعني هذا سابق لأوانه الآن. إنما يطمح الإنسان ويفكر، إنما كانت مجموعات مجاميع صغيرة جدا تعمل في الخفاء أيضا وتخطط لما بعد الحرية. نحن طبعا يعني تفرغنا للخلافات، لا أريد الآن أن نتناول هذه الخلافات، ووقفنا على هذه الخلافات، بل ورثنا الخلافات أيضا للجيل الجديد. وغيرنا طبعا يعمل في الخفاء. أنا عندما أتحدث عن إريتريا للتحرير كثيرين من الناس يعني الآن افتكروا أنا قاعد أتجنى وقاعد يعني أتحدث لتحريك شيء في الخفاء. لا، هذا حقائق تاريخية لابد أن نقبلها طبعا. وأول ما قامت به يعني الجبهة الشعبية من البداية، يعني أنا عندما أقول التعتيم وإلقاء الآخر لم يبدأ اليوم، من البداية. يعني هم عايزين يمنتجوا يعني تنظيم جديد جدا بمواصفات معينة جدا، واختيار الناس بالانتقائية. طبعا من يتفق معي، ليس الهم الأكبر. أنت عندما تفكر الآن في توحيد الشعب الإريتري، وهذا طبعا ما واجهت فيه الثورة صعوبات جدا من الأدبيات اللي أقرأها. طبعا المحاولات اللي كانت لجمع الشمل أو يعني لتوحيد الحركات، يعني الحركات التحرير في إريتريا، برنامج الحد الأدنى، كل ذلك لم ينجح، لأن هنالك العائق الأكبر حتى لا ينجح ذلك كانت هناك أجندات خفية جدا. وأنا عندما تحدثت الآن هذه الأجندات الخفية انتصرت. الحوار البيزنطي اللي يدور الآن في وسائل التواصل الاجتماعي الإريتري، تشاهد يعني في التعليقات اللي تأتي من المتابعين كثير من الناس استغربوا أنهم هم طبعا توقفوا في مرحلة معينة. عندما تذكر التنظيم السري الذي تأسس أيضا في عام 71 في جبل قدم، بالمقابل أيضا كان هناك تنظيم سري اللي هو يعني حزب العمل في داخل جبهة التحرير الإريترية، والصراع اللي طبعا الآن عندما نتحدث عن التنظيمين هم طبعا توأم، وجهان لعملة واحدة. كان في تنسيق بين حزب العمل التابع تحت مظلة قوات التحرير الشعبية، وحزب العمل تحت مظلة جبهة التحرير الإريترية. هذول الناس كانوا ينسقوا. وهنالك بقى كانت محاولات لاستقطاب هؤلاء الناس، يعني في فترة من الفترات قبل دخول الجبهة للسودان كانت هناك تحركات والأسماء كثيرة جدا، يعني على أساس يتقاربوا الحزبين، لأنه طبعا يعني كان تباين الفكر بينهم. أحدهما كان يتبع للاتحاد السوفيتي طبعا ماركس، والآخر هؤلاء الذين الإريتريين طبعا الذين أسسوا هناك كان عندهم متأثرين بالفكر الماوي، يعني الصين، لأنه بعدهم كان يعني تعس
تلقي دورة سياسية وعسكرية في الصين. الإشكالية الآن عندما أنا أقول القواسم المشتركة، الجانبين هؤلاء الذين طبعا الآن يتحدثون لا يريدون كشف الأوراق، بعضهما وكلاهما يؤكد بأنه لم يخطئ ويحمل الأخطاء لغيره. وعندما طبعا هذه العملية الآن يعني أنا أتحدث من 81 إلى يومنا هذا طبعا أكثر من 40 سنة أو 50 سنة تقريبا هذا الصراع، لم يتمكنوا. إذا رفعوا يعني الآن أنا أختصر اليوم الموضوع. لماذا الناس تتحسس بأن أنا طبعا الآن وقفت لم أقل، وأنا طبعا أراهن الآن مع الذين يتحدثون بأن نحن كنا أبواق للجبهة الشعبية. أنا في عام 1997 قبل بدء الحرب الغزو الوياني لإريتريا عقدنا ندوة تحت مظلة صوت إريتريا، وقتها صوت إريتريا كانت صحيفة يعني باسم صوت إريتريا طبعا. يعني عقدنا ندوة في السودان في الخرطوم. كل التنظيمات برغم الخلافات، من هو طبعا يعني قوات التحرير الشعبية، من كان في جبهة التحرير الإريترية، من كان مجموعة قوبل، يعني كلهم يعني حركة الجهاد الإسلامي، يعني لم نترك أحد حتى من معسكرات اللاجئين طلبنا منهم ليرسلوا من يعني يمثلهم في هذا المؤتمر الندوة، ندوة صوت إريتريا. دعينا في هذه الندوة الشهيد عمر البرج، دعينا من هذه الندوة من المنادلين القدامى كان يشارك معنا أيضا صالح حيوتي. كثيرين من الناس الذين شاركوا من الخارج أيضا أتوا ليشارك في ندوة صوت إريتريا. طبعا الطرح اللي كان موجود من الشهيد عمر البرج تناسي خلافات الماضي، لم يطالب بالوحدة، إنما طبعا التنسيق، يعني التقارب على ما هو حد الأدنى من التقارب بين هذه التنظيمات، بدل لأنه قال لا يمكن الآن أن نطرح قضية ب10 تنظيمات ومتنافسة فيما بينها، على أساس يكون على الأقل نخلق أرضية للتنسيق فيما بيننا. هذا كان يعني طرح عمر البرج. وقتها طبعا هو كان توقف عن العمل السياسي حامل السم. ففي هنا بدأت طبعا تظهر، أنا في تلك الفترة والآن هذا في برامج في قناة قلد سنتناول وجودي يعني في الخرطوم سنة 99. أجريت في هذه الفترة لقاءين، يعني من أهم اللقاءات التي أجريتها مع الرئيس عمر حسن البشير في مكتبه، ومع المرحوم أيضا الدكتور حسن عبد الله الترابي، ومحمد الأمين خليفة كان وقتها طبعا هو من قادة الإنقاذ. في هذا اللقاء اكتشفت بأن هنالك برنامج، وهذا ما كشفه لي مدير مكتب رئيس الجمهورية في السودان. قال هناك طبعا في مبادرة الآن لإقناع الإريتريين بحيث ينسقوا نشاطهم مع الحكومة الإثيوبية، وقتها كانت برئاسة راحل ملس زيناوي، وكان نحن نعمل. فلذلك طبعا فوجئنا بدعوة أيضا من القادة من الجبهة الإسلامية، أنا لا أريد الآن يعني أن أذكر الأسماء حتى لا نتسبب في إشكالية طبعا، يعني هذا تاريخ يعني يسرد. فالدعوة كانت موجهة للشهيد عمر البرج، لأنه طبعا هو له يعني علاقات واسعة جدا عندما كان مسؤولا أيضا في التنظيم الواحد مع المسؤولين في السودان أو في جبهة الإنقاذ. ففي هذه الدعوة طبعا طرحت، يعني فوجئنا بهذه الدعوة، لم نكن وحدنا، إنما طبعا أتوا من مكتب الرئيس من يمثل الرئيس أيضا في هذا الاجتماع، وقادة عسكريين أيضا أذكر منهم أبا آمنة، كان هو طبعا في قائد الجبهة الشرقية أيضا للقوات المسلحة،
فطرحوا سؤال وتحدثوا عن شيء فوجئنا يعني. كان معنا المرحوم عبد الرحمن نكرومة هو اللي نزل طبعا اللقاء، ففوجئنا بهذا الطرح وتساءلنا. يعني العم عمر طبعا تحسس من هذا الكلام ويريد أن يغادر، قلت له عم عمر دعنا نستمع إلى هذا الطرح وبعد كده نرد احنا. فالمسؤول العسكري يعني هذا يعني اختصار أبو آمنة هو الجنرال، قال نحن رصدنا أخبار حكم أنه هو طبعا في الجبهة الشرقية، قال هناك يعني في تحركات عسكرية من جانب الجيش الإثيوبي والجيش الإريتري، وفي طبعا تصعيد للخلاف. الكلام هذا قبل يعني بدء الغزو ب6 أشهر. فقال الآن نحن ننصح المعارضة الإريترية، وأنت بما أنك صحفي وأنت كقائد زعيم من زعماء إريتريا، إقناع الإريتريين للتوجه إلى إثيوبيا وتقصير المسافة عبر التحالف مع الحكومة المؤقتة، نحن بنسميها طبعا جبهة ويان تجراي وما إلى ذلك، لكن طبعا هم كانوا في الحكم وحكم ائتلافي كان يضم أيضا قوميات أخرى، إنما كانت ترأسه يعني جبهة تحرير تجراي بعد سقوط نظام الدرج، يعني هم استولوا على السلطة حاصل تحصيل طبعا، وكونوا حكومة ائتلافية شكلية. فنحن طبعا يعني انزعجنا من هذا الكلام. بعد هذا الاجتماع طبعا صبيحة يعني بعدها بيومين كان طبعا موعدنا مع ندوة صوت إريتريا. ما استمعنا إليه طبعا أزعجنا كثيرا جدا، وتشاورنا فيما بيننا نغادر السودان، لأنه قلنا بعد كده لا تؤتمن هذه الحكومة، ممكن يعني إذا رفضنا ممكن يسلمونا لإثيوبيا. وقلنا نكمل المشوار، وذهبنا إلى ندوة صوت إريتريا الجامعة. هذا طبعا هؤلاء الناس الذين الآن يريدون أن يوزعوا صكوك القفران، هذا لا يؤتمن وعلينا أن نصدق كلامه. يعني كانوا كلهم حضور في هذه الندوة، وكان الحوار منفتح جدا في كيفية التنسيق وأن تنأى المعارضة الإريترية أو الفصائل التنظيمات الإريترية عن كل ما يدور الآن من بين إريتريا وإثيوبيا. بعد التريث يمكن المعارضة كجسم واحد تتخذ الموقف المناسب. هذا كان كلام في الندوة. إنما في الجلسة الاختتامية فوجئنا ببيان يعني جاهز، طبعا هذا بالاتفاق مع بعض الفصائل، لا أريد أن أسمي الأسماء الآن، بعض الفصائل الإريترية وجهاز الأمن السوداني. بما أننا طبعا أنا منظم هذه الندوة وباسم صوت إريتريا، طلب مني أحد المسؤولين في كان حضور يعني الناس اللي وجهوا لنا دعوة للعشاء، كانوا حاضرين أيضا في ندوة صوت إريتريا، هم من أعيان البلد وفي نفس الوقت من قادة الحركة الإسلامية كانوا مشاركين معنا. فمسؤول الأمن قدم لي قال قبل ما تنتهي من الاسم أقرأ هذا البيان الختامي. ضمن البيان الختامي أولا تقرأ هذه الورقة، بعد كده يعني قبل ما أقرأ طبعا قرأت المضمون. فأنا أتيت إليه قلت له أنا لا يمكن أن أقرأ المضمون. كان يتضمن على أساس نحن نسبق الأحداث وندين الحكومة الإريترية والجبهة الشعبية لأنه هي مستفزة وهي الذي قاعدة تحرض على أساس لإشعال حرب مع إثيوبيا. كل هذا الكلمات طبعا أنا رفضتها، قلت لا يمكن أن نقرأ هذه. طبعا أنا أولا لا ألمس حتى لو في تحرض يعني، وأنا قرأت طبعا هو ما يدري، قرأنا طبعا يعني القوة الإثيوبية اللي عبرت الحدود بتصريح وبموافقة الحكومة الإريترية إلى عد مروق في منطقة دنكاليا بحجة مطاردة الخوارج الخارجين عن القانون. هذا طبعا اتفاقية الأمنية بين البلدين كانت موجودة،
بعد تسلم جبهة تجراي للسلطة والجبهة الشعبية تسلمها يعني الحكم في إريتريا، كان عندهم اتفاقيات يعني لا يعرفها لا يدري بها أحد، لكن دخلوا بعد كده تحولت يعني هذا الوجود إلى استيطان. قالوا نحن هذا أراضينا، وحاولوا يعني يقنعوا الشعب في عد مروق، ويقولوا نحن طبعا يعني حنعطيكم فرص كبيرة جدا وهذا أراضيكم، ونحن مجرد يعني أتينا إلى هنا. وهي كانت المقدمة للاستيلاء على ميناء عسب. إذن أنا اليوم سأقول كلام قد يكون يعني لبعض المشاهدين لهذه الحلقة قريب جدا. الشهيد عمر البرج، أنا لم أذكر هذا الكلام، قال يا أستاذ عبد القادر حمدان أنت دعوتني إلى هذا اللقاء، لكن قال أنا ودعتني في موقف حرج، لأنه قال أنا الآن اسمي لا أريد أن يشوه اسمي، وأكون طبعا من الذين باركوا الهرولة إلى إثيوبيا. عندنا خلافات طبعا كثيرة جدا قديمة وجديدة مع الجبهة الشعبية، لكن هذا لا يرقى لمستوى على أساس نحمل البندقية ونكون بصف أعداءنا ونحارب شعبا. بعد الرفض طبعا أنا يعني بالحرف الواحد كتبت وقلت نحن أصبنا بطعنة من الخلف. رفاقة تتحاور على مدار 3 يوم على ندوة بكل يعني صراحة، وأنا يعني بعد الجلسات كنت أديرها، بعدها يديرها صالح حيوتي، بعدها طبعا يعني إدريس بادمي، شهيد محمود عمر شيخ. الجلسة الختامية طبعا كان الشهيد عمر البرج، يعني بحكم سنه وبحكم تاريخه. فعندما رفضنا طبعا تبعات هذا الرفض يعني أنا طبعا بعدها عندما طلعنا وتحدثنا مع، لا أريد أن أذكر اسمه طبعا، مندوب صوت إريتريا في الخرطوم، نقل لي قال نأى في، هو تابع قال لكن كان يخشى أنه ينقل هذا الخبر، وأنا قال متسرع جدا وأعلن هذا الكلام وهو يتعرض إلى مخاطر جدا. قال يعني في مجموعة اتصلت، يعني تم دعوتهم إلى السفارة الإثيوبية، وأيضا ختموا في جوازاتهم، وطلب منه هو كمسؤول أيضا في جبهة التحرير، قال طلب منا على أساس أكون ضمن الوفد. أنا رفضت بأسباب يعني قلت أسرتي، ولكن قال لازم يعني تفهم الموضوع ما دار يعني بينك وبين الأخوة الآن كله. قال كان مجرد جس نبض، وعايزين يصلوا إنه يقنعوا عمر البرج على أساس ربما لعل وعسى له علاقات يقدم مساعدات لهذه التنظيمات، لكن قال الجماعة دول معظمهم متجهين إلى إثيوبيا. في نفس الليلة بعد ما يعني في جلسة الختام للمؤتمر وأنا رفضت، واحتج الشهيد عمر البرج على كلام الذي سمعناه طبعا من السودانيين، وما سمعته أيضا في اللقاءين. أنا أشرت مع عمر، مع القائد، مع رئيس الجمهورية، مع المرحوم الدكتور الترابي، أيضا هو الأب الروحي بالنسبة للحركة الإسلامية في السودان. قلنا هنالك مؤامرة يعني شارك فيها السودان، وشاركوا فيها للأسف بعد الإريتريين أيضا، لبيع تراث الثورة الإريترية إلى إثيوبيا. إذن هؤلاء الذين الآن يكتبون بأسماء مستعارة ويقولوا هذا رجل يعني خان والجبهة ومش عارف وسلم وثائقنا للجبهة الشعبية، هم طبعا يعني أساسا هذا رد فعل ما قمت به، وأنا أكرر اليوم للمرة العاشرة تقريبا. في منتصف الليل
يعني قرعوا في غرفتي وطلبوا مني هذول جهاز الأمن في السوداني. قالوا أين يعني عمر البرج؟ عمر البرج قلت لهم يعني بيسكننا إذا في الغرفة رقم كده. فأتوا جمعونا في الريسبشن تحت وقالوا يعني في دعوة موجهة لكم. مسؤول الأمن الخارجي الدكتور قطبي السودان في الساعة 10 صباحا. وقال من نحن طبعا طلب مننا الآن على أساس يعني نقعد معاكم، ويعني في الساعة يعني قاعدين طبعا معهم ويتكلموا معانا كده في العموميات. بعدها قادونا إلى يعني إلى مكتب قطبي من الساعة 6. جابوا لنا شاي وقاعدين في غرفة الاستقبال وقلنا متى سيأتي؟ قالوا الساعة 10. أتى في مكتبه وطلب مننا بكل استفزاز. قال أنت من؟ سألني أنا. قلت له أنا عبد القادر حمدان. قال دخلت السودان كيف؟ قلت له دخلت أنا بتأشيرة. قال جوازك إيه؟ قلت له جواز ألماني. وطبعا يعرف عمر البرج يعني هو طبعا كان من قادة الإنقاذ ورجل معروف سيد قطب. فلحسن الحظ في تلك الزيارة قبل وفاة الشهيد عمر البجر يعني الإيطاليين شافوا ودعه. طبعا رجل عاش كثير في إيطاليا ورجل كان عنده أعمال قبل ما يكون سياسي وكان يعني تاجر. فحصل على الجنسية الإيطالية وأتى إلى السودان، وهذا من حسن الحظ. أتى إلى يعني الجولة سنة 97 لما أتى إلى الخرطوم أتى بجواز إيطالي. إذن قال يعني قطبي يتكلم معنا بكل استفزاز. قال أنتم أتيتوا هنا بعد فيزا وعندكم جوازات أجنبية وكل ذلك، هذا ما في أي مشكلة. لكن قال نحن عندنا حكومة وعندنا قانون، لا يحق لكم أنتم أن تخالفوا قانون السودان. وقانوننا يقول احنا طبعا رتبنا هذا أمن بلدنا أهم يعني من بقية القضايا. نحن تعاوننا مع الإريتريين ورحبنا بهم وفتحوا مكاتب وتركناهم يتحركوا، لكن السودان ليس أرضية يعني تنطلقوا منها على أساس تحاربوا الجبهة الشعبية والحكومة الإريترية. فالاختيار الذي وقع أن الناس تتجه إلى إثيوبيا وتنسق مع الحكومة الإثيوبية في حالة أنه وقوع أي حرب تكون حققت مكسبين على أساس تغيير النظام. طبعا يعني هذا بالسياسة وبالاجتماعات لا يحل، إنما أنتم يكون لكم يعني حضور يعني في هذا العمل العسكري. ثم طبعا أنتم ابن البلد، إثيوبيا لا ممكن تستعمر البلد مرة ثانية. فأنتم هذا يعني كل ما يحدث حيكون في صالح المعارضة الإريترية. إذن من يحلمون الآن أن أنا طبعا أندم لهؤلاء الذين هرولوا إلى إثيوبيا. أنا طبعا الآن هذا الكلام يعني ما استهلاك، إنما هو موقف. وتم تسفيرنا يعني في أول طائرة كانت موجودة. أنا سافرت إلى ألمانيا وأخذ الشهيد عمر البرج يعني غيرنا التذاكر بتاعنا عن طريقهم برضو. يعني حاولوا أن يسهلوا لنا السفر لأنه التسفير. أتيت إلى أنا لم أذهب من المطار في فرانكفورت، حولت اشتريت تذكرة ثانية مشيت إلى النمسا، لأنه في وقتها 97 كان عندنا طبعا يعني وكالة أنباء القرن الأفريقي هي موجودة يعني في من 89 في داخل مبنى الأمم المتحدة. فدعينا شرحت طبعا ما حدث في السودان لزملائي الإعلاميين، وأذكر منهم تحديدا الآن الأسماء. يعني هنا الزميل هاشم علي مندي كان يعني هو مسؤول مكتب BBC قسم العربي، إلى جانب طبعا يعني كان يراسل كثير من الجرائد العربية، كان عنده مكتب. الزميل علي معن أيضا كان موجود، هو عراقي، كان مندوب صوت أمريكا
في النمسا. عامر البياتي كان مسؤول عن دوتشا فيلا. دول زملاء جماعتنا المهنة، وأنا أعتبرهم أيضا أساتذتي. أنا تعلمت الإعلام طريق مزاملتي معهم، ومعهم طبعا يعني الزميل ناصر مطير، هو تونسي، كان مدير وكالة أنباء الكويتية كونا، وأيضا المرحوم رعد كان مدير وكالة أنباء العراقية. هذول الناس أنا فيما يعني كنت طالب عندهم، أزور مكاتبهم لأتعلم هذه المهنة اللي هي الإعلام، وكيف تسوق الخبر، وكيف تختزل، وكيف يعني تشارك في المؤتمرات. كانوا يصطحبوني في كل يعني هم كانوا يمثلوا دول، وأنا يعني إريتري طبعا لا أستطيع أن نقدم أي شيء أكثر من حجمي، لكن بمساعدة هؤلاء تمكنا من الحصول على عضوية في اتحاد الصحفيين النمساويين والألمان، وأيضا في دخولنا في مشاركتنا أيضا في اتحاد الصحفيين التابع للأمم المتحدة، وأخذنا طبعا موقعنا في هذا. عقدت مؤتمر صحفي. في هذا المؤتمر الصحفي اللي هو بعد عودتي من السودان مباشرة في الشهر اللي هو في أغسطس 1997 قبل وقوع الحرب. يعني أنا طبعا كان عندي صحيفة صوت إريتريا، كانت كل من لا يعرف صوت إريتريا كانت طبعا بيسموها المشاكسة، المشاغبة، المعارضة، كثير من الأوصاف يعني، لكن كانت يعني ترصد ما أتحدث ما أقدمه الآن في شكل مبادئ، كتبته أيضا في صوت إريتريا. وكل الناس كانوا طبعا يعني مؤيدين، سواء كانوا جبهجيين ومن التنظيمات والجبهة الشعبية صنفت صوت إريتريا بأنها يعني صوت يعني يعني بمثابة عدو. يعني هم صنفونا يعني كأننا أعداء للشعب الإريتري وللنداء للشعب الإريتري. مع كل ذلك الآن طبعا من يقول هرولة لمصلحة ومش عارف، أنا ما في حاجة اسمها مصلحة. أنا بنيت حياتي أنا بعيدا عن الجبهة الشعبية، كصحفي، كممثل في هيئة الإغاثة السعودية العالمية، كمنسق عام أيضا لمنظمات لهيئة الإغاثة السعودية مع منظمات أوروبية. سافرت يعني أكثر من 20-30 دولة في العالم. وأنا طبعا كصحفي يعني كنت أستخدم علاقاتي وأعيش، يعني لم أحتاج. الجبهة الشعبية لم تقدم لي أي شيء، بالعكس. في هذا البيان أعلنت متزامن طبعا الخبر ده بعد عودتي من السودان، يعني في 3 إذاعات عالمية طبعا، اللي هو الBBC القسم العربي، الدوتشا فيلي أيضا القسم العربي، صوت أمريكا القسم العربي. يعني أدليت بتصريح قلت أنا من هذا اليوم بعد ما شاهدت حصل اختراق تنظيمات الإريترية والسودانيين طبعا تجنوا على تاريخ النضال الإريتري الآن بتقديم نصيحة للإريتريين أو إجبارهم إلى حد ما. طبعا تستطيع الخيارات اللي كانت موجودة، يا أما يرجعوا لإريتريا أو يتحدوا مع هو خيارين يعني لا ثالث لهم. فأنا أحدد موقفي الآن، وهذه العبارة طبعا يتجنى كثيرين الآن أو لا يريدون أن يكونوا قد سمعوا. وكتبت هذا الموضوع أكثر من مرة، وحدثت حول هذا الموضوع أكثر من مرة، اللي هو طبعا أنا قلت أحدد موقفي مع شعبي ومع وطني، ولا أسمح بأي حال من الأحوال أن نحن كإريتريين تشوه تاريخ النضال الإريتري، وأنه نكون حلفاء مع أعداء الذي دمروا بلدنا. وأنا من الآن فساعدا قلت سأوقف نشاطي في مهاجمة الحكومة الإريترية، ما أقول أنا معها ولا مدافع عنها. هذا الخبر طبعا يعني أول من تلقفه كانت طبعا وزارة الإعلام الإريترية. هذا سنة 1979. نعم، اللي هو قبل وقوع الحرب، اللي هو 78 إلى 2000، 98 إلى 2000.
هذا كان 1997 قبل وقوع الحرب بعدة أشهر. إذن الآن من يعتقد، وهذا القدم الذي يعني أنا أقرأ بأسماء مستعارة كثيرة، الذين هم الذين ذهبوا إلى إثيوبيا وتحالفوا مع جمرة وياني أو نقول مع الحكومة الإثيوبية في سبيل، ومنهم أيضا من شارك في حمل السلاح أيضا في الغزو الإثيوبي، وكانوا بمثابة دليل لهؤلاء الذين دخلوا. إذن أنا أتعجب بمن يطالب من أعلن الوقوف مع شعبه ومع وطنه، ما أقول الجبهة الشعبية، لأننا طبعا ملفات كتاباتي عن الجبهة الشعبية يعني موجودة محفوظة أيضا، يعني كان يقرأ صوت إريتريا يشوف. لأعتذر لهؤلاء الناس الآن مهما يعني اختلفت أسمائهم، أنا لا أعاتبهم، وأنا لست قاضي حتى أحاكم هؤلاء الناس، إنما موقفي اختلف. أنا وصفت هذه بمؤامرة وطعنة من الخلف، ما دار في ندوة صوت إريتريا يعني خلد. يعني الآن طبعا عشان لا يعني نخلط الأمور على بعضها البعض، لم يبقى أحد. حركة الجهاد الإسلامي، جبهة التحرير الإريتريا، قوات كلهم هرولوا، أو لنقل القادة. الآن بعد ما وقعت الواقع طبعا أنا سعدت من يعني صوت إريتريا تحولت إلى مدافع ليس عن الحكومة، إنما عن المدافع عن الوطن. حتى يعني أنا وصفتها بحرب الوجود. هؤلاء الذين عادوا أيضا إلى إريتريا ليس رغبة منهم، إنما التنظيم الموحد وقادته طبعا يعني كانت أيضا ضمن المؤامرة، أما تمشي إريتريا أو تقادر. يعني هذه الخيارات الثلاثة اللي طرحته حكومة الإنقاذ على المناضلين أو على تنظيمات. أنا أقول يعني أضعف الإيمان. يعني هؤلاء الناس الذين الآن يتحدثون كلهم قدموا لجوء في أوروبا وفي أمريكا، يحملون الآن جوازات أوروبية سويدية كلها، يعني موجودين الآن. هم الذين يعني الآن يعني يتحسسون مما نقدم من برامج، ويقول هذا جاسوس للجبهة الشعبية وباع وثائق الجبهة الشعبية. أنتم عندكم وثائق حتى تباع؟ هذا كان يعني اختيار، وأنا أسميه مواقف. أنت اخترت عشان تتحالف مع جبهة الوياني، والآن طبعا انعكست الآية. هؤلاء الذين كانوا يؤيدون وقفوا مع الوياني انقلبوا على الوياني. لما يتحدثون عن متقلب، هذا رجل متقلب، أنا لم أكن متقلب، أنا ثابت على مبدئي. وغدا لو أتت يعني أي قوة كانت إثيوبية وغير إثيوبية تغزو إريتريا، برضو سأكرر نفس الشيء، أقول أنا سأوقف مع شعبي ومع وطني. لأنني أنا يعني من يعتقد أن الجبهة الشعبية هي الوطن هذا خاطئ خطأ، هذا يعيش فيه وهم. هناك في شعب. ومن يعتقد أن الجبهة الشعبية هي من حررت وهي من عملت، أنا أقول هناك الأغلبية أو السواد الأعظم من الذين طبعا يعني حرروا البلد بعد الانفصال، بعد ما دخول الجبهة إلى السودان، رفضوا الجنود الاستسلام. قالوا طبعا نحن طبعا حصلت أخطاء وتنافر بين القيادات ونحن يعني ضحايا. هؤلاء الذين قالوا كذا عادوا إلى إريتريا والتحقوا أيضا القوات التحرير الشعبية وقادة قوات التحرير الشعبية. 80% منهم كلهم من قادة الجبهة. إذن الجبهة في قلب الجبهة الشعبية موجودة بالداخل. عندما نتحدث عن المعاناة، يعني الآن الذي يقول هذا الرجل خدم كدبلوماسي وما إلى ذلك، نحن طبعا هناك في حاجة اسمها التعيين السياسي. التعيين السياسي اللي يعين الشخص أو يرفض تعيينه هو الرئيس. كل الذين عادوا إلى إريتريا، الشهيد صالح إياي، الناس بعدهم طبعا لا أريد أن أسمى أسمائهم، تعينوا في الخارجية في السفارات واشتغلوا كدبلوماسيين. وبعدهم الآن طبعا يعني من كانوا في القيادة العامة يعني وفي الجبهة عادوا إلى إريتريا وموجودين يعني. لكن هؤلاء طبعا يعني يعاملون معاملة، وأنا واحد منهم ما تعود،
أنت طبعا تعيينك يعني هذه الكلمة تتكرر، أنت تم تعيين يا ابن حمدان، أيوة تعيين سياسي. أما التعيين الحقيقي هو من يكون عضو في الجبهة الشعبية. كانت يعني يسموها طبعا بالدارجة هيصة كبيرة جدا في أوروبا عندما تم تعييني أنا في عام 2002 كمستشار سياسي في السفارة، وبعدها طبعا انتقلت إلى فيينا كممثل دولة إريتريا. الأسئلة اللي كانت تطرح يقول هذا ليس عضو في الجبهة الشعبية، كيف يتم يعني كيف تأتوا بشخص أساسا عشان يكون يديرنا وهو جبهجي. وهكذا هذه الكلمة جد إلى يوم آخر يوم أنا يعني قدمت فيها استقالتي كنت أعامل كمعاملة قريب جبهجي، والجبهجيين طبعا يصفوك بأنت عميل للجبهة الشعبية. هذا التناقض طبعا لا يحتاج إلى تبريرات كثيرة. الآن يعني ما يدعني الآن أتحدث عطاء الجبهة لا يمكن يعني تعتيم عليه أو مسحه. هناك محاولات كثيرة جدا. إذا هنالك يعني نتحدث عن الدبلوماسية وعن السياسة، الجبهة بعد الله يعود الفضل لقادة الجبهة السياسيين والعسكريين بالتعريف بقضية الشعب الإريتري في الخارج. وأنا طبعا هذه المجلات عندي عشرات يعني من الكتب والمجلات جدا يعني كتبت باللغة العربية، وأيضا بعد يعني كل ما كتب باللغة العربية طبعا تجده الآن بالتاريخ وصمود الشعب الإريتري تجده طبعا في هذه الأدبيات. إنما بعد تأسيس قوات التحرير الشعبية تغيرت الآية. تمجيد الناس الذين كانوا جزء من الجيش الإثيوبي وجزء الذين كانوا يطالبون الوحدة مع إثيوبيا، أو يعني انتماءاتهم مختلفة جدا. هؤلاء الناس طبعا الإعلام الإريتري الرسمي وغير الرسمي مركز على جزئية معينة من تاريخ الشعب الإريتري. هناك طبعا هناك الآن أنا يعني أتحدث باللغة العربية لا يسمعني إلا من يجيد اللغة العربية. يعني هناك تجهيل مجتمع كامل جدا فرض لغة معينة. يعني أنا دحين كثير من الناس يسألون لماذا تقدم البرنامج باللغة التقنية حتى يسمع كلامي. أنا اليوم أقدم باللغة العربية، غدا سأقدم في الرسالة أو في بلد باللغة التقنية حتى أوصل هذه المعلومة، لأن هذه المعلومة ليست ملك لفئة معينة جدا أو لمجتمع معين جدا، إنما هو ملك للشعب الإريتري. أنا أقول طبعا يعني الآن الكارثة الكبرى وأنا أتحدث أتذكر زياراتي لإريتريا ولقاءاتي أيضا مع المناضلين الذين المؤسسين للجبهة الشعبية والقهر الذي يعيشون فيه. إذن هذا في طبعا تفكير مسطح بيسموه. إذا تعتبر هؤلاء الناس الذين يعني بنوا هذه الثورة وأسسوا 30 سنة لم يبارحوا الميدان، سواء كان مع الجبهة الشعبية والتحرير الشعبي، جبهة التحرير الاتقاء، هذا كبار موجودين في الداخل. إذا أنت تصف هؤلاء كلهم يعني عملاء الجبهة الشعبية أو مثلا يعني مقتنعين بنزيلة الجبهة الشعبية، طبعا هذا يعني تفكير يعني بدائي. المناضلين الشرفاء سواء كانوا في الجبهة أو غير الجبهة لا زالوا موجودين في إريتريا، بعدهم في السجون، بعدهم طبعا استشهد في داخل إريتريا، وهم يتحدثون عن هذه المحانات التي أنا أتحدث فيها اليوم. أنت إذا تصف يعني شخص، أنا في داخل أسمرة يعني حديثي منشور أيضا في الشرق الأوسط وما إلى ذلك، عندما كان الحوار يدور حول لغة الأم ومداخلاتي أنا في داخل أسمرة. حديث أيضا في داخل أسمرة مع يعني في الفدائية الإريترية. أول زيارة لي في 2001 كانت طبعا إريتريا 25 كيلومتر يعني محتلة من قوات الجيش الإثيوبي. أنا ذهبت هناك وقوات حفظ السلام موجودة،
ابتداء من تسني لحد حدود الإثيوبية منتشرة 25 كيلومتر. أنا طبعا عندما مشينا إلى شامبوكو إلى المناطق هذا يعني مشينا بحماية لا لم يكن لإريتريا يعني هذا الكلام الكثير جدا. بعد يقولوا طبعا الناس مركزين في بادمي، ليست بادمي، كانت يعني 25 كيلومتر داخل الأراضي الإريترية، كانت يعني قوة حفظ السلام يعني القوة الفاصلة بين الجيشين. إذن هؤلاء الناس أنا قابلتهم، من بين الذين كنت أقابلهم طبعا أثناء زياراتي الفنان إدريس محمد علي، أجريت معه لقاء وشرح معاناته وكيف أصبحوا في بلد مواطنين من الدرجة الثانية. قادة كبار جدا من أعرفهم في المناطق يعني معزولين، بعدهم طبعا تم تسريحهم عشان إبعادهم من الجيش الإريتري. طبعا قادة يعني تلقوا دورات تدريبية عسكرية في العراق وفي سوريا كلها كبار جدا. وقابلتهم أيضا في مناسبة يعني تحرير مسوع اللي هو الفنقل اللي احتفل بها سنتين. قابلت أنا المدينة اللي ولدت فيها هي مدينة مسوع. أنا يعني اشتركت أكثر من ثلاثة سنة متتاليات طبعا في احتفال بمناسبة تحرير مدينة مسوع، هذه المدينة اللي أنتمي إليها أو في أطرافها. هذول أهلي، مدينة ولدت فيها وتضم يعني كل القوميات، معظم القوميات الإريترية طبعا بحكم يعني كان ميناء يعني للعمل يعني هي يعني إذا يعني وحدة إريتريا تتجسد في هذه المدينة لأنه كانت تضم كل يعني قوميات الكبرى. في هذه المناسبة التباين يعني تشوف أنا طبعا لقيت مدة طويلة جدا، لا أعرف من الجيل الجديد الذي تربى بعد الاستقلال في مدارس الجبهة الشعبية، لا أعرف لكن الغادة موجودين. تجمعنا طبعا المناسبات للحديث في ذكريات الماضي. جنرال، وزير عندما يعني أو مسؤول كبير جدا في الجبهة الشعبية عندما يتكلم معك، خاصة هؤلاء الذين تعرفهم عن قرب ومن نادلت معهم، يعني أنا مش الجاي أتيت أنا من الخارج، إنما طبعا هو في داخل هو المؤسس. كيف تم إقصاؤه وكيف أنه هو يحس بأنه هو رجل هامشي في الشيء الذي هو أسسه يعني. إذن يعني أفتكر طبعا لا بد أن نكون منصفين عندما ننتقد بعضنا البعض. هناك نعم أنا بدأت يعني هذا الحق كانت في خلافات نعم، لكن هذه الخلافات الآن هي أصبحت من التاريخ، والتشبث بهذا التاريخ طبعا يعني عشان تخلق. لا زال الناس يعيشون في العقلية القديمة جدا، هذا من منطقة الفلانية وهذا. أنا دحين أسأل اليوم بكل يعني وضوح حتى لا يأخذ الناس كلامي بحساسية. أنا لم أسمع أن شخص انتقد الشهيد صالح ياي، عاد إلى إريتريا سواء كان برغبة أو كمان فرضت عليه، لكن عاد إلى إريتريا وأسر البقاء في إريتريا. قال أنا لا أريد أن أبارح هذا الأرض الذي نادلت من أجلها يعني، وأتيت إلى هنا ولا أريد أن أدفن في هذه الأرض التي أنا أنتمي إليها والذي من أجلها دافعت. كثيرين من الناس كانوا يعملون سفراء أو كثيرين من المناضلين الكبار يعني أبو عجاج، محمود ديناي، أبو بكر محمد جمع، دول كانوا طبعا من قادة في التنظيم الموحد في جبهة التحرير الإريتري عادوا. لم أسمع يوما من الأيام تناولهم أحد هؤلاء الناس الذين الآن يستهدفوني كشخص، لأنه طبعا هي مسألة تركيبة قبلية. إذا أنت يعني الآن كتبت عن عودة القائد التاريخ المعروف ديناي ولا يعرف أحد الآن هل هو حي أم ميت، تم تغييبه طبعا. يعني صالح ياي استشهد
كثيرين الذين تم تعيينهم سفراء، أحدهم كان سفير في اليمن توفى، سفراء كثيرين جدا توفوا في المهجر. لم أسمع أنه قلم من أقلام هؤلاء الذين الآن يهاجمونني نتجنى على هؤلاء ووصفهم بأنهم عملاء الجبهة، لأن هذا طبعا مسألة داخلية. بنفس القدر كما الآن يهاجموننا طبعا هؤلاء الذين كانوا في الجبهة، أنصار الجبهة الشعبية يصفون هذا دخيل واخترق الجبهة ويخطوا طبعا تعييني في هذا المنصب ويعتبرون أنا عدو. إذن لتجاوز كل هذا يجب يعني أنا لا أقدم أسرار، لأن هذه مسؤولية. أنا قاعد أتحدث عن واقع. إريتريا كوطن، الشعب الإريتري كشعب، لا يمكن أن تتغير يعني نظرتنا تجاه الشعب الإريتري أو الوطن كإريتريا طبعا، ولا يمكن أن تتغير وجهة نظرنا حول النضال الإريتري اللي شارك فيه كل الناس. طبعا الناس الآن طبعا في حوارات كده يعني غريبة جدا. أنا عندما أكتب أقول أنه الشعب الإريتري هو الذي حرر إريتريا وله يعني الشكر والتقدير بما قدم من تضحيات، يعني هناك ردود فعل الناس الذين لا يعتبرون نفسهم معارضين يقولوا لا، الجبهة الشعبية هي اللي حررت. بعدهم الآخر يقول الجبهة فشلت في قيادة هذه الشعب، والجبهة الشعبية نجحت في قيادة الشعب الإريتري، ولذلك هي التي حررت يعني إريتريا. هذا لا يفصل الآن بين الوطن وبين الجبهة الشعبية. وأنا أقول هو هذا تنظيم عسكري تحول إلى تنظيم سياسي عام 1994. ولكن لم أقرأ إعلان بأنه عقد مؤتمره ودعا الشعب الإريتري للشارك. هذه عضوية منقلقة. أنا أعيش في ألمانيا، وكثيرين من الناس سأزوا. أنا أعيش في ألمانيا من أكثر من 30 سنة، والجبهة الشعبية تدعي بأن عندها فروع وكل حاجة. أولا لا يسمح لتنظيم سياسي في ألمانيا وفي أوروبا ولا في أمريكا طبعا، يعني لأنه هذا يعني التنظيم السياسي هو طبعا حق من حقوق، أنت تكون معارض، تكون منتقد، هذا من حق كل إنسان يعني في حرية الرأي الموجودة فيه. لكن القانون أو الدستور الألماني ينص في مادة أنه العمل السياسي أو الانتخابات هي قاصرة على المواطن الألماني، أو إذا حملت الجنسية الألمانية من حقك أن تؤسس، تكون إريتري، تكون إسباني، تكون يعني ياباني. لكن طالما حملت هذا الجنسية من يعطيك الدستور الألماني الحق أن تجمع 2000 شخص وتوقيع وتقدم طلب بتأسيس حزب. هذا طبعا أنا أسميه حزب. إنما كل الأحزاب الموجودة الآن تدعي بأنها هي أحزاب، هي جمعيات شاريتي. إنما طبعا هي يعني مجموعة طبعا متآلفة ومتفقة، حد يعني تأسس يعني جمعية وتطلق عليها تقول أنا هذا حزب سياسي. ما في حزب سياسي، هذا في مخيلة الناس. في أحزاب سياسية لكن هي ما معتمدة لا من الشعب الإريتري، لأنه ما في موجود لا دستور ولا حكومة دستورية. إذن الموجود هو اجتهاد. لكن الآن طبعا أنا يعني من يطلب مني السكوت، وأنا الآن أنتقل إلى بعد عدة أشهر سأدخل 76 عاما من العمر. لا أطمح أنا أحسس أكون أنتمي لحزب سياسي أو لأصل للسلطة، إنما أنا أقدم المعلومات. هذا كل ما أملك، ولا أحرض الشعب ضد بعضه البعض. أنا أقدم معلومات. واليوم كثير من الناس طبعا يعني في المداخلات الأخيرة في قناة جلد قالوا أنا أقدم معلومات خطأ جدا، لأنه ذكرت جزئية معينة جدا في حديثي. كان الحوار على الهواء مباشرة طبعا، هذا ما يمكن يعني قناة جلد لا تتلاعب في مثل هذه القضايا طبعا، يعني لأنه هو مريح لما تكون على الهواء مباشرة، لا يستطيع أحد قصقصة يعني منتجة ما قلته. طبعا هذا خلاص يعني يطلق ومحسوب عليك وعلى غيرك طبعا.
أنا أقول الجزئية استعنت بمعلومة في فترة من الفترات. قناة الجزيرة عندما كانت علاقة إريتريا مع قطر جيدة جدا، وفود من قناة الجزيرة كانت تزور باستمرار، يعني تغطيات كثيرة جدا قاموا بها، بعدهم إريتريين وبعدهم أيضا يعني مصريين ومن المشرق العربي كانوا يأتون. إحدى اللقاءات لفت انتباهي، طبعا أجرى أحد الصحفيين في قناة الجزيرة مع الرئيس الإريتري، وهذه المعلومة طبعا جيدة موجودة لا زالت في فهو يعني جمع معلومات قبل ما، لأنه قناة الجزيرة هناك إريتريين أيضا يعملون في القناة ولهم طبعا معلومات، يعني هم أبناء البلد، فقدموا قبل السفر هو يستعين بهم وبغيرهم أيضا بقراءات وكل حاجة. ف يعني ما لفت انتباهه يقول طبعا إريتريا يعني يتحدثون عن الوحدة وعن القوميات التسعة وعن تعدد اللغات وكل حاجة، لكن ما ألاحظه، قال له للرئيس ما ألاحظه هذا شيء يعني مجرد نظري. على السيد العملي هذا الوحدة لا زلت أنت في مرحلة يعني ما أكملت يعني في توحيد الشعب الإريتري كما هو مذكور. قال له هذا دعاية من الأعداء. هذا رد الرئيس، يقول له طبعا الناس يعني تحاول أن تسيء على تاريخ الشعب الإريتري وأعدائنا كثر، ويكتبون طبعا يعني لأنه نحن ما تقوله أنت طبعا جمعت هذه المعلومات من ناس يعني يسمون أنفسهم معارضين، دول أعداء إريتريا. أنا إريتريا في خير، أمشي من الحدود من مدينة عسب إلى الحدود السودانية، وأنا قال له أوفر لك إمكانية المواصلات، نعطيك هليكوبتر ومرافقين لتجري جولة في إريتريا حتى تشوف التجانس الموجود والوحدة وكل حاجة. فهنا كثير من الناس قالوا أنا قاعد أهول وقاعد يعني أنتقم أو عندي شيء يعني أخفيه من الرأي العام. فلذلك طبعا هو قال له أنا لا أحتاج فخامة الرئيس أنه أنا قال أجري هذه الجولة، قال أنا عندي ما يكفي من المعلومات أن هناك في خلل في تركيبة الحكومة والمؤسسات الحكومية. قال له ماذا تعني؟ قال له أنا تصفحت إلى وثيقة تغنينا عن الجولة. قال هذه الوثيقة يعني الآن الناس أنا ما أختلق هنا في التليفون on the address of the government of the state of Eritrea. هو استعان بهذه الوثيقة، وأنا طبعا كدبلوماسي عندي جزء منها. يعني هنا الأسماء هنا يمانة قبل مصر، الأمين حسن تسفى للدت تولد إبراهام قصة برهان أمباسجر تولد، دول موظفين في مكتب الرئيس. إذا أنت أكملت يعني الأخ هذا طبعا أي واحد ممكن يطلع على هذه منستر وزارات كلها موجودة هنا والموظفين فيها. قال له أنا من بين 800 موظف 1000 موظف وجدت قال له 4 أو 10 أسماء، محمد وحسن ومش عارف كده. إذن يعني البلد هذا تدار برأس واحد بقومية واحدة. إذن هذا الكتاب لو طبعته جبهة التحرير أو المعارضة طبعا الواحد يعترض عليه، لكن هذا صادر من وزارة الإعلام الإريترية الرسمية، وفيه تلفونات المسؤولين وأسمائهم كلها 99% طبعا. يعني أنا دحين لم أتحدث عن هذا الشيء لأنه هذا طبعا يعني ليس وثيقة متاحة يعني موجود في منظمات الأمم المتحدة. السفراء المسؤولين الكبار الموجودين كلهم يعني حتى يعني مجلس الوزراء لما تشوف هنا طبعا مسألة بائسة جدا. إذن أنا الآن كثير من الناس الذين يحاولون أن يعيدوا نفس التاريخ، يعيدون إلى 70 سنة، ينظم. يعني أنت ممكن تعمل منظم، تجيب أولاد قريتك
تجيب مسلمين، يعني تعملها كده. يعني هذا طبعا أنا ما متحسس من ذلك. نحن أنا أتمنى أن يكون عندنا 100 منظمة، هو ليس المحك. هذا التغيير سيأتي لا محالة، لكن كل هؤلاء عليهم أن يحتكموا في صناديق الاقتراع. أنا عندما أطالب بالتغيير أيضا، وكثير من الأوقات كثرنا قلنا نحن يعني طالما هو يدافع من أجل السيادة ودحى من أجل إريتريا، تقول يعني لا مانع أن يكون في السلطة. لكن هنا هذه التعددية الذين طبعا يتظاهرون بها، أنت شريك فقط، ترقص، تشارك في المهرجانات، تؤدي واجباتك، يلبسوا الزي الوطني. هذا يعني هذا طبعا مجرد يعني زر الرماد في العيون. الناس لا تتوحد في المهرجانات، الناس لا تتوحد بالمظاهر اللي مثلا يعني، وكلها طبعا مشكوك في امرها. انت تلبس، ممكن يعني اي انسان، اي مواطن اريتري من حقه ان يلبس اي لبس وطني. لكن السؤال الموجود، هل نحن صادقين؟ الجبهه الشعبيه طبعا ارتكبت هذا الخطا ولا زالت ترتكب هذا الخطا. الان نحن عندما نرى نفس النموذج يتكرر، وكثير من النداءات الان يقول لك اخواننا المسلمين لا يشاركون في الحراك السياسي الموجود، بصرف النظر عن المسميات. يعني هل ينتظرون مننا من أنت حتى توجه الدعوة؟ ومن أنت الذي تحدد؟ وكيف عرفت أن هؤلاء لا يعملون؟ بشرط، لأنه هذا نفس الحركات كلها اللي تأسست في أوروبا، أو اتحاد ما يسمى بإريتريين للتحرير وغيرهم من التنظيمات، يعني أغازيان وما إلى ذلك. هذول طبعا ما يعني ما يهمهم الوحدة، كل من له يعني برنامجه الخاص، ويستعين بمن هو أقرب إليه من أبناء منطقته، من أبناء إقليمه، كل هذا. الآن طبعا نحن لو بدأنا نؤسس يعني ما يسمى الآن بالحراك السياسي، أو لنقل أيضا بعدهم أسسوا أحزاب بهذه العقلية، لا هذا مرشح طبعا للفشل. لأن الجبهة الشعبية كل المسميات الموجودة وكل الشعارات الموجودة، وكل طبعا يقول لك مرة يساري، مرة ماركسي، مرة كلها، لكن كلها خزعبلات. الحقيقة نحن عندما نتكلم عن الشعب الإريتري، هنالك 9 قومية و9 لغات مختلفة و9 ثقافات مختلفة، لا يمكن تختزل. يعني هذا ممكن يعني في الصين تعملوا كلهم يعني تعجنهم مع بعض وتطلع منهم يعني زي ما تقول. لكن الصين الآن في قوميات كثيرة جدا تعاني. أنا قرأت كتاب للدالي لاما اللي هو طبعا موجود حسان في الهند. دول طبعا يعني منعوا، يعني هم دول الناس طقوسهم دينية، يعني منعوا يعني ممارسة الديانة اللي يؤمنوا بها هم. طبعا الأغوريين طبعا المسلمين موجودين مقيدين. كل هذا الآن نحن إذا نتحدث عن الحقائق علينا أن نعرف تقليد السياسة الصينية لا يعني ليس مكانتها في إريتريا. إريتريا طبعا قبائل عريقة، تجمعات عريقة جدا. الآن أنا لا يعني عندما تتحدث عن المساواة، أنت ممكن تكون تابع. أنا اشتغلت في الدولة، ما لك يعني أي سؤال، يقول لك ما لك وما للمشاكل، أنت بس أعمل شغلك وركز على العمل بتاعك، وبعد كده يعني الثاني خليه يعني سيأتي وقت. هذول الناس اللي يتحدثون معك بحسن النية. إذن أنا أعتقد في أوروبا وفي أمريكا، في الدول تتقيد بالدساتير تعطي الحق. هنا طبعا في من يبني مساجد، من يبني كنائس، من يبني تجمعات خارجة عن التقاليد نوعا، مش كل حاجة يعني. الآن طبعا هنا الجاليات الإريترية رغم كل التوزيع طبعا هنا، يعني اللي ما يعرف لغة واحدة ما يشارك في المهرجانات، لأنه كلها مبنية على لغة واحدة. أنا كدبلوماسي طبعا شاركت في عشرات المهرجانات في المؤتمرات تابعة للدولة في إريتريا، لغة واحدة. سألك أنت إذا في إريتريا مضطر أن تعلم أولادك هذه اللغة حتى لا يحرم.
من المشارق، لأنه أنا شفت كثير من الفرق الفنية تأتي يستغرب عندما تسأله أنت تتكلم تجري، يقول لك أيوة أنا أبوي كان تجري لكن أنا نسيتها. وأنا كثير تعاملوا معنا في قناة القرن الأول، يقول لك أنا يعني من أكل جزاي، لكن من مسلم من ساورتا، لكن قال أنا نسيت يعني لغة أبويا وحسن، قال يعني لأن كبرنا قال في معسكرات علمونا لغة واحدة. إذن الآن أختم كلامي قد يفاجأ البعض، لا أريد أن أذكر الأسماء. أنا من خلال مراسلاتي وقراءاتي للتعليقات فوجئت بشيء لم أكن أحلم به، اللي هو طبعا الجيل الذي ولد أو يعني هاجر في سن مبكر إلى دول الخليج، إلى السودان. عندما تقرأ تعليقاتهم، أنا طبعا لم أدرس اللغة العربية في المدرسة، درستها في المدرسة الإيطالية ودبور الكومير. أنا يعني لغتي العربية يعني من خلال قراءاتي، من خلال علاقاتي، يعني أتحدث هذه اللغة المتواضعة جدا. قد تكون فيها أخطاء إملائية لما أكتب، قد يكون في النطق أيضا بعد يعني خليط من إحنا في إريتريا لغتنا العربية طبعا تكون تجمع معظم اللغات، فيها كلمات إيطالية، كلمات من التجري، كلمات من التجرينية، يعني كلها تستعين بكلها. وأهو يعني أقدم برنامج متواضع جدا، أنا لست خبير في اللغة العربية. الإشكالية الآن عندما قرأت يعني تعليقات، عندما أقرأ تعليقات هؤلاء، هذول الناس تصفهم بأنهم يعني سبقونا أو إمكانيات أقلام واعدة، تحاليل متزنة جدا. أنا لا أريد أن أسمي، أتابع يعني تعليقاتهم ويراسلوني بعدهم. نحن الآن هذه الذخيرة جدا في الشباب الشعبية. يعني أنا أذكر هذا لأنه لأؤكد أولا فشل استراتيجية الاتجاه الواحد، شعب واحد، حدا نبي حدا حزب، ده كله كلام يعني فشله يتضح هنا باللغة العربية الفصحى. ليس يعني كل إنسان يجيد لغة أمه طبعا، هذا ليس لا تحتاج إلى نقاش، إنما الفكر النير والأسئلة اللي يطرحوها لا يدخل في صغائر الأمور. فأنا لذلك أنا طبعا سعيد أن أقول الآن يعني فعلا عندما نتحدث عن من يرث هذا التراث الكبير جدا موجودين. ليس بالضرورة الآن يعودوا لإريتريا ويكونوا في الحكومة، لا بالعكس، حتى وجودهم في الخارج طالما يحفظوا هذا التراث، تراث الآباء والأجداد، ويهتمون بقضية يعني إريتريا تاريخيا بدون أن يفرقوا بين الشعب الإريتري. هذا أفتكر هذا أكبر نصر وأكبر صفعة لهؤلاء الذين يعني فكرهم الإقصائي هذا. طبعا يقول لك لا يمكن أن تكون إريتريا متعدد. واحد يقول بكل وقاحة طبعا، يقول لك يعني هذا الوطن يعني لا يتحمل علمين ولغتين. بعد يعني الفنانين رحمهم الله كانوا يقدموا طبعا مقتنعين بهذا الفكر، فقال نسحونا، قالوا نحن في السجون. يقول طبعا يعني أنتم مسؤوليتكم كجيل جديد تنتبهوا لمسألة معينة جدا، يعني لا يمكن أن يكون وطن متماسك متحد بلغتين وبعلمين. يعني طبعا اللغة التجرينية واللغة العربية. هو سعيد غاية السعادة على أساس أنه لغة واحدة سادت، علم واحد سادة جدا، هو يمثل، لكن اتجاه واحد لا يقول هذا الكلام. فلذلك هذا من الحلم، وهذه الأحلام التي كانت يعني بعدها تحلم على تأسيس دولة تجري الكبرى، وبعدها طبعا العودة إلى الوحدة مع إثيوبيا، كلها تكسرت، كلها اصطدمت بوعي الشعب الإريتري. لذلك أنا اليوم أختم، وقد أكون أطلت، ولكن الإطالة لا بد منها. الناس طبعا متعجلة، يعني يريدون أمور سريعة جدا. التاريخ لا يمكن أن يعني يقدم بهذه الطريقة.
أنا ممكن أقدم برنامج 5 دقائق، لكن أنا لست يعني حريصا، أنا ما قاعد أسعى في سبيل يعني جمع عدد من المشاهدين لأنه لمصلحة معينة جدا وكذا. أنا طبعا هذا القناة أنا متطوع متقاعد، عند الوقت متسع من الوقت، يعني لا أهتم إلا بشؤون وطني، بتاريخ وطني. لذلك لا أريد، أنا لا أقبل أن يشترط علي أحد فيما أقدم أو فيما يعني أنا لا يمكن وأنا أقول أكرر وأختم حديثي، أنا لا يمكن أن أكون طرف في مجموعة تلوثت أياديهم وتاريخهم أيضا بالتحالف مع ويانة وغير الويانة. أنا أعود وأعتذر لهؤلاء جدا. إذا أنا أعتذر يعني اعتذار لهم يعني الاعتذار إلى الأعداء التاريخيين اللي هو طبعا زمرة ويانة أو إثيوبيا الحكومات. أنا طبعا إذا في منادل يقبل لنفسه يعتذر الآن لهيلي السلاسي ولمنقسطو هيدا مريم ولملا الزيناوي والآخرين أيضا، أو كمان لأبي أحمد الآن عشان يجامل. نحن لا يمكن. الحل الوحيد، أنا قدمت البرنامج الأخير طبعا لا أطالب، إنما هو هذا الشيء اللي يطالب به الشعب الإريتري. نحن بحاجة إلى دولة المؤسسات. من لا يقبل هذا الكلام من حقه أيضا. هناك الآن أصبحت أمور واضحة، هناك من يطالب أيضا بأنه نعود لإثيوبيا، نتحد مع إثيوبيا. من كان يطالب الوحدة مع تجراي، ولا زال هذا البرنامج قائم. يعني برامج تقدم بشكل يومي، لأن طبعا الآن طبعا وفود تصل إلى حدود إريتريا وتتحدث بكل يعني وضوح. كفى يقولوا ما مدى من الوقت الآن علينا أن نتحد. نحن طبعا شعب واحد ولغة واحدة، ما في حاجة اسمها لغة واحدة. أنت عندما تقول لغتنا واحدة وتاريخنا واحد وديننا واحد، قاعد تلقي مثلا 9 قومين، قاعد تلقي الإسلام، قاعد تلقي طبعا بكل التركيبات الاجتماعية. في طبعا اللا دينيين في إريتريا، هذا لا يمكن. أنا اليوم طبعا سعيد جدا أن رغم طبعا التعليقات الكثيرة والاتصالات الكثيرة لا أستطيع أن أرد. إحنا طبعا عدد المشاهدين عندهم يعني متابعين لقناة القرن الأفريقي حوالي 23-24 ألف. عندنا 4 صفحات على اليوتيوب. الفيسبوك طبعا 20 ألف من المتابعين. أنا أشوف التلفون يرن بلا توقف، يريد الوصول إليك طبعا عبر لتحدثوا. أنا ما أستطيع أن أرد على 40 ألف شخص. أنا شخص برضه يعني عندي وقت وعندي التزامات أسرية. فلذلك بعض الناس تأثروا يعني يتصلوا ما أرد عليهم، بعدين بالغضب يرد عليك يقول أنت لا تريد تواجه الحقيقة. أي حقيقة هذا؟ أنا طبعا أنا قاعد أعبر عن رأيي، ومن حق الآخر أيضا أن يعبر عن رأيه. بهذا القدر أكتفي وأؤكد بأنني طبعا هؤلاء الذين حاولوا طبعا يتحدثوا عن القنوات الذي تستضيفني، طبعا قناة الرسالة، قناة قلد، أنا لا أعرف هؤلاء الناس. إنما طبعا أي شخص يقدم لي الدعوة ومهتم بقضية وطنه وشعبه، أنا ما عندي مانع أن أكون ضيف. ومن حق الذي يستضيفنا أن يقدم رأيه كما يريد. أنا لا أتفق مع كرار وغير كرار على أساس يعني مسبقا في ماذا نتحدث، إنما طبعا يعني أنا كضيف آتي وهو يحضر الأسئلة. مرات طبعا يعني عنده من المتابعات طبعا يعني في برنامج الرسالة أسئلة المشاهدين طبعا يجمعها ويواجهني بها، كلها طبعا عتاب والتشكيك على مصداقية هذا الرجل وما إلى ذلك. لكن أنت كإعلامي إذا تتخوف أو إذا تغضب من مثل هذه الأسئلة، معناها ابتعد عن الإعلام. ما في حد يجبرك أنه تأتي. أنا أواجه هذه الأسئلة جدا كما هي، وشفتها وأقرأها في الشاشة أيضا، والآن ينشرها الزميل كرار أيضا لتبصير الناس. نحن طبعا أبوابنا غير مغلقة. أنا لما نقول هذا الكلام بالمقابل هنالك يقولوا رأيهم. إنما طبعا الآراء نقسمها على قسمين قبل ما نختم هذا الموضوع. في مجموعة لا تريد أن تظهر هذا الحقيقة،
وأنا أقول طبعا عندما أقول القاسم المشترك، الجبهجيين من الرعيل الأول لا يريدون أن تظهر هذه الحقائق، لأنك أنت هم يعني أنا أجريت مع بعضهم لقاءات في قناة القرن الأفريقي، هم يريدون الجانب الذي هم مقتنعين به. تنتقد الجبهة الشعبية ما عندهم مانع، تنتقد أي تنظيم ما عندهم مانع، إنما يقول لك لا تعتدي. طبعا بالنسبة لهم الجبهة محسنة، بل عندما يتحدثون أيضا يتحدثون بأنهم طبعا ليس لا لم يخطئوا، إنما الجبهة الشعبية اللي أخطأت. عندما تحاور ناس من هو طبعا يعني ملتزم ببرنامج الجبهة الشعبية يقول الجبهة وشيطان الجبهة. إذا أنت كإعلامي كيف تتعامل مع التيارين؟ لا تميل لهذا ولا ذاك. أنا طبعا لا أعادي أحد، إنما أسلسل الأحداث اللي حصلت والأخطاء، وأنا ألخص هذا الموضوع هذا لا للشعب الإريتري ولا للمناضلين أي دور في هذه الخلافات، إنما طبعا القيادات الذي ابتلانا بها الله إلى يومنا هذا، فيما بين القيادات والكوادر كل هذا التنافر والمشاكل اللي حصلت، وطبعا سواء في مرحلة النضال أو بعد الاحتفاز، يعني كيف يصل إلى السلطة، كيف يكون قائد، كيف تكون له الكلمة القاطعة والوحيدة، وهذه تصطدم طبعا بطبيعة الحال. لذلك أنا لا أريد أن أكون يعني تابعا لأي حزب، ولا عندي أي يعني فكرة على أساس أن طبعا يعني أكون في الحكومة المقبلة ولا القادمة، إنما طبعا أنا سأبغى وفيا على المبادئ التي من أجلها حملت البندقية، الذي طبعا نادلت من أجلها. طبعا حتى النضال ليس يعني الشهيد محمد سعيد ناود كان يراسلنا أيضا وأنا في ألمانيا، يقول النضال ليس بالتواجد المكاني، تكون في ألمانيا، تكون في أمريكا، تكون في الميدان، كلنا مكملين لبعض. ونحن قال من في الميدان بحاجة إلى من هو في الخارج ليدعمه طبعا، وهذه الثورة هي كملت بعدها. عندما أقول الشعب الإريتري، الشعب الإريتري ليس في الداخل أو في السودان، إنما في كل الشتات. والآن طبعا ما أقدم بعض المتداخلين عندما ذكرت أن عدد من يعيش في الشتات هو 1.5 مليون، 800,000 من هؤلاء طبعا من أصول إريترية موجودين في السودان، مهما حملوا الجنسيات، الجنسية السودانية، الجنسية الأمريكية، الألمانية، النرويجية، كلها في النهاية لأنهم كلهم يعودوا إلى إريتريا. هذا طبعا ما لا تريد، لأنه يعني إريتريا من وجهة نظر المؤيدين للجبهة الشعبية هم طبعا المؤيدين، ويحصل القضية. يعني أنا المهرجانات اللي تقام حسا في الفترة الأخيرة في السنوات 10 الأخيرة طبعا لا يتجاوز عدد الذين يشاركون في هذا 2000 شخص، بينما وجود الإريتريين من ستينيات القرن الماضي إلى اليوم تجاوز 200,000. لا يمكن تدعي 2000 شخص يمثل هؤلاء ما عندهم أي فكرة ولا عندهم رغبة على أساس يعني يشاركوا في هذا ولا سمعوا أيضا عن الجبهة الشعبية. في مجاميع منقلقة على نفسها وتعتقد، هي طبعا أنه أنت تعتقد بأن أنت لك حزب ولك يعني مبادئ معينة أنت تؤمن بها، من حقك أن تحتفظ بها، لكن ليس من حقك أن تلزم بها الآخرين. الشعب الإريتري غير ملتزم، فلذلك نحن علينا أن نعفي تحديدا الداخل. الشعب الإريتري كله في الداخل، أنا أؤكد من خلال معايشتي ومن خلال عملي، الناس في الداخل كلهم لا يتبعون الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية طبعا مجموعة متجانسة كانت في النضال، وهي الآن تقود يعني البلد هذه. لا يمكن أن نتحدث بأن كل الناس يتبعون لهذا الحزب. هذا الحزب طبعا قائم وفارض نفسه، وسيبقى أيضا إلى أن يأتي التغيير برغبة من الشعب الإريتري وليس من الخارج. بهذا استودعكم الله حتى ألقاكم في برامج أخرى، وسيكون لنا لقاء طبعا مع زميل كرار هيابو في قناة قلد، لأنه قناة قلد يعني مركزة في قضية توجيه الخطاب للجيل الجديد. هذا هو طبعا ما اتفقنا عليه مع الزميل كرار هيابو. نحن الآن لا نطمح أن نعدد تشابك القضايا هذه، نتركها لزمن، لكن الآن خطابنا هذه سيتركز على التاريخ. واليوم أنا عرضت طبعا كتاب الشهيد
آدم ملكين. سنستعرض أيضا كثير من الكتب أنا احتفظت بها طبعا لشهيد ناود، الشهيد عثمان صالح سبي. سنستعرض ماذا كان يفعلون هؤلاء الناس، كيف يعني كان، لأننا أعجبت يعني هذا الكتاب لأنه بعنوان شهادة من ثائر آدم ملكين، يعني بكل تجرد، لأن الرجل طبعا هاجر إلى أستراليا، وأنا التقيت به أكثر من مرة في أستراليا قبل أن يستشهد. فلما قرأت كتابه بأسماء وبالتواريخ، رجل يعني أحد المؤسسين لجبهة التحرير الإريترية في عام 1960. إذا من العار إنه الناس يعني تدع يعني هذه الكتب في الرفوف ولم تقرأ. أيضا نحن مشكلتنا الآن عدم القراءة. إريتريا أساسا نحن نلوم يعني النظام الحاكم في أسمر. أنا طبعا كل ما أزور إريتريا كنت مهتم أن أشوف جديد الكتب، ماذا صدر في إريتريا في مكتبة أوغد في أسمرة، يعني المكتبة الوحيدة. وأسأل طبعا، أزور في كل الرفوف هناك، يعني عدد الكتب اللي لاحظتها في كل مرة تقريبا لا تتجاوز 20 كتاب، معظمها طبعا بتاع الكتب باللغة التجرية. من بين هذه الكتب تجد كتاب للشهيد محمد الأمين محمد سعيد باللغة العربية، كتاب الشهيد بادوري، 3-4 كتب باللغة العربية. أنا أسكن الآن القرية اللي خلف هنا، في قرية صغيرة، وفي الشارع هنا طبعا وأنت ماشي إلى محطة القطار هناك في مكتبة، يعني كل القرية هذه يعني عدد سكانها لا يتجاوز 2000 شخص. تقرأ الكتاب ثم بعد ذلك هناك في مكتبة في دولاب كبير جدا عاملينه في الشارع يحمل في الكتب. عندما تقرأ أنت تتبرع بكتابك هذا عشان يقرأه غيرك في المكتبة. إذن القرية كلها تقرأ. في كل المدن في مكتبات حكومية وخاصة جدا، يعني في القطارات تشوف، في المواصلات كل الألماني جريدة كتاب في يده. الآن في إريتريا في جريدة واحدة اللي هي طبعا باللغة العربية وبالتجري وبالتجرينيا، اللي هو حداث إريتريا الحديثة وحداث إريتريا وبالتجري. في تلفزيون واحد. كل هذا من إنتاج تنظيم الجبهة الشعبية. كيف يتثقف هذا الشعب؟ كيف هذا الجيل الجديد يصل إلى هذا الكتاب؟ لأن هذا من المحظورات. الكتب التي كتبها الشهيد محمد سعيد ناود كانت عشرات الكتب، مؤلفات عثمان سبي، مؤلفات الشهيد محمد عثمان أبو بكر، عشرات من الكتب، علي برحت وما إلى ذلك، كتب كثيرة جدا لا يحصى عددها. عبد القادر جيلاني، الشهيد عبد الله إدريس كتبوا كتب. الآن طبعا الجيل الجديد أيضا مؤلفاته كثيرة جدا، في روائيين، في شعراء، كتاب باللغة العربية لم يهتم بها أحد، لأن هناك ثقافة واحدة ولغة واحدة طغت على إريتريا. نحن الآن طبعا التوجه الموجود ليس تعصبا، إنما طبعا وأنا يعني سعيد بأنه طبعا نحن نهتم باللغتين. أنا أقدم برامجي باللغة العربية والتجرينية حتى لا نحرم الآخرين. إن كان فيها نقد وفي عدم القبول وشيطنة طبعا ما أقدمه. طبعا أنا أشوف المداخلات كتاب التجرينية يقولوا هذا خان الوطن، لأنه أنت لم تجاري يعني برنامجهم، فلذلك من حقه أن يعني يدعك في خانة العدو. فاليوم يعني طبعا كثيرين من الأخوة سألوني بأسم لماذا توقفت قناة القرنفل. لم تتوقف قناة القرنفل، أنا شخص واحد ومعي طبعا مجموعة لأسباب معينة جدا موجودين في دول لا يستطيعون الحديث عما كما أتحدث أنا هنا من ألمانيا، أو يتحدث زميلي كرار هيابو من أمريكا وغيرهم أيضا كثيرين. لكن طبعا القناة يعني لم يتغير خطها، إنما كان عندنا هدف نجمع كل القوميات الإريترية في يقدموا برامجهم. فإن طبعا الناس متأثرة، الجيل الجديد بالذات، بصرف النظر عن انتماءاتهم،
متأثرين ببرنامج الجبهة الشعبية، فلذلك يأتوا بكل برامج. وأنا سمحت طبعا كمؤسس لهذه الوكالة ومؤسس ضمن مجموعة كبيرة جدا، لكن يعني اتجاهها أصبح واحد، وأنا فعلا تقبلت الانتقاد وأوقفت كل شيء. والحرب الشعواء طبعا، احنا عندما كثيرين من اللي كانوا يعمل معنا سافر إلى أسمرة لإجراء لقاءات، منع أن هذا لا يمثل يعني. أنت طبعا يعني الحديث اللي أقدمه أنا في البرنامج وانتقادات الكثيرة وكذا، قالوا هذا لا، هذا رجل عدو. وكلهم طبعا بهذه الأسباب يعني والكلام اللي سمعوه من هنا وهناك طبعا يعني انسحبوا. ليس أنا لا أختلف مع أحد منهم، إنما طبعا هذا وجدوا ما أقدمه من برامج لا يتماشى مع قناعتهم وانتمائهم للتنظيم. فلذلك هذا طبعا يعني ما نحن لسنا طلاب مال ولا يعني نحن طبعا كل واحد يقدم رأيه. فلذلك لكن هم طبعا عادة تربوا في مدرسة لا تقبل الرأي. ومن هذا المنطلق أنا حييت طبعا الزميل كرار هيابو، لأنه هو طبعا لا يتفق معي في كثير من القضايا، لكنه يسمح يوصل صوتي ويطرح يعني بكل صراحة، يطرح رأيه وآراء الذين ينتقدون طبعا يعني طرحنا هذا أيضا باللغة العربية. فنحن سعيد. وهذا طبعا مقدمة بأن نحن يعني بحاجة إلى مراجعات، وهذا لا تتم إلا عبر الحوار المفتوح مع بعضنا البعض. بهذا تنتهي حلقة هذا اليوم، حتى ألقاكم في حلقات أو برامج أخرى. استودعكم الله أنا وزملاء فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.